مساء الفل على كل اللي بيتابعنا مرة تانية. رجعنا لكم بحلقة جديدة. احنا لازم داخلة بقى، ده هي ايه، فرفوشة كده، عشان احنا معانا حد فرفوش النهاردة. معانا أحد أهم ممثلين مسلسل الكتاب، الست فريدة. ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ طالما الست فريدة مش هقدر. ازيك يا ميتة؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ في بهجة في الصوت طب انت كده برضه ما بقى. عرفتهمش ان هي كانت شغاله في عامله برنامج ايه يا اسامه؟ انت عايز تختصر ما انا على لسه فكرة عاملين انا حاسة يا سيرش جماعة طويل، ده بعدم احنا الكلام تقدير. هياخدنا. انا حاسة بعدم تقدير مش عارف، وشكلي الراجل انا ده هضطر انسحب. يعني انا مش لا لا حاسة لا بتقدير. ما تقوليش كده، لا. هو عارف غلطته هيقول دلوقتي. مش معقولة يا طيب جماعة، مش احنا معقولة. انا فعلا عرفت غلطتي بحاول. خلاص سامحتك. احنا دلوقتي معانا ايوه مهيتاب موسى، فويس اوفر ومذيعة في راديو تسعينات. مظبوط كده؟ انا عامل اي سيرش مظبوط كويس يا فندم، صح؟ تمام. مذيعة لامعة ساطعة، ظبطني بقى مذيعة الفرشة. لامعة أيوة يا ساطعة ابني. مشهورة، كبيرة جمعية المذيعين العرب. تمام. مهيتاب عملت بالمناسبة، بمناسبة الراديو، مهيتاب آه. عملت برنامج اسمه عالم الأمهات السري. ايوه احنا في السيزون 2 تقريبا، صح؟ 2 سيزون صح، تمام. سيزون 2. اه وما شاء الله عليها، وكانت يعني هو ده كان عبارة عن برنامج اجتماعي. اه عدلي لي برضه لو انا بتكلم بقول حاجة، عدلي لي وفاهمة. لا انا صح 100. عامل سيرش يعني، فاهمة، خاص هتضايق بيا. كده. لا عامل انا سيرش حابة. عامل سيرش عليا. فما شاء الله عليها، هي مميزة جدا. ربنا يخليك تمام، يا رب والله. خلينا نبدا على طول. يلا بينا. بما ان البودكاست، بما انه اسامه دخل اصلا على طول بفكره الكتاب وبست فريده. ف... فحابين نعرف لما قلنا لك ان احنا عايزينك معانا في دور ست فريده، كنت حاسه ايه؟ حاسه الدور عامل ازاي بالنسبه لك؟ لا تو بي اونست، اتخضيت خضه مرعبه، لان انا لا طبعا هي المفروض ان هي مختلفه عني وطريقتها مختلفه وحلو التشالنج، بس اتخضيت عشان ابقى صريحه جدا معاك، واتخضيت خضه فظيعه، وبتحس ان انا مش هعرف اعمل الكلام ده وازاي، وتعبتكم طبعا وبهدلتكم معايا، والله العظيم انا مش هنسى، يعني مش هنسى العذاب اللي انا عذبته لكم يا جماعه. حقيقي. بس المشهد اللي احنا الناس اللي سمعت المشاهد بتاعه ست فريدة وادائها في المسلسل، اللي هو الواد ده بيقول ايه، هاتولي بالظبط. هنا. انا فاكر المشاهد اللي كنا بنعمل لها بروفات مع بعض. كان في خوف من ناحية مهيتاب ان هي تعمل دور كبير. ليه بقى؟ دور الشخصيه قصدي، دور مش شخصية ست قصدي طريقه يعني. الكلام كبيرة. مختلفه خالص عني يا جماعه، برضو انا اللي هو بتكلم، انا بحاول اسيطر على نفسي، وانا بتكلم ان انا بتكلم كلام كتير، وان انا سريعه جدا في الكلام، وبتكلم انجليش كتير جدا جدا جدا، فبحاول ان انا اصلا في العادي اسيطر، فتصوروا بقى مش بس بسيطر، ده انا بتكلم بطريقه مختلفه اوريدي عني تماما. فلا كان صعب 180 درجه. لا وانتوا بصراحه اتظبطتوا معايا، مش والله العظيم بجد انا مش هنسى، اتظبطوا لا بجد. بس انتي صوتك كويس، صوتك كويس قوي جدا يعني. احنا يعني سبحان الله، احنا لما سبحان انا الله. فاكر يوم ما كنا بنسمع الاصوات، اه اللي هو لا هي في ست فريده. سبحان انا عارف الله. ان الشخصيات الشخصيه نفسها مختلفه تماما، لكن الصوت جدا ومعرفش يعني الاحساس اللي وصل لنا ان لا هي هتعمل الشخصيه كويس جدا، والحمد لله يعني عملت الشخصيه كويس جدا، وبرغم ان هي الاختلاف اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي الموضوع طلع مظبوط، فده في حد ذاته يعني نجاح للفكره فعلا. اي معايا مدربين شاطرين يا جماعه، معايا مخرج خطير، ومعايا كاتب خطير، ومعايا لا المدرب خطير. التلميذ لما يكون شاطر بيبقى حاجه تانية خالص. حاسس ان احنا يعني يعني تطبيق رايح جاي. ده حلو، ده حلو الماتش زي ما انتم لا عاملين والتواضع يا جماعه، خلي جو بالكم حلو. ان اهم حاجه التواضع، خلينا مركزين واحنا بنتكلم على التواضع. مهيتاب كان في حاجه قبل عالم الامهات السري؟ لا دي كانت اول حاجه، الباقي كله كان لعب كده وهزار، لكن لا، اول حاجه حقيقيه اتعملت كانت عالم الامهات السري 1 و2، وفي النص كان في اكله وتصبيره، ده كان في رمضان برضو، وبرضو حاجه برضو توتالي عكسي، ان انا اقعد اعمل اكل واقول للناس واقول لهم حاجات احكي اوكي، لكن اتكلم على وصفه اكل انا اصلا يا نهار اسود انا ضايعه اصلا. تصوروا بروح للحاجه اللي هي مش بتاعتي خالص، واقول يلا هوبا تشالنج، يلا ندوس. ايوه حلو بالظبط. لا وما شاء الله عليكي بتكسبي التحديات.
يعني بالنسبه لك الحمد دور لله الست والله. فريده كان تحدي وكسبتيه وعن الحمد جداره والله. لله. يا جماعه اللي ما سمعش الست فريده في المسلسل يروح حالا يسمع مسلسل الكتاب باللينكات تحت في الديسكربشن. يعني لازم تسمعوا الست فريده وتقولوا لنا رايكم ايه. خلاص نستنى والمسلسل رأيك. عموما نسمع مسلسل. بس الست فريده سبيشال عشان فاهمه. ماشي. تمام. احنا كلامنا على البودكاست عن ايام زمان، ونرجع بقى شويه كده لورا. يلا بينا. فقول لنا رمضان زمان، الفرق ما بين رمضان زمان بالنسبه لك انت طبعا، رمضان كان زمان كان عامل ازاي ورمضان دلوقتي عامل ازاي؟ طيب بص، هو بعيدا عن الحاجات الكليشيهات المعروفه، في حاجه غريبه قوي بحس انها كانت موجوده زمان مش موجوده دلوقتي. الريحه. حاجه غريبه جدا والله. بحس ان كل حاجه زمان كان ليها ريحه. مش عارفه حد يعني هتفهموني ولا لا. كل حاجه كان ليها ريحه. البيت كان ليه ريحه، الاكل كان أنا فاهم ليه جداً، ريحه. حاجه غريبه جدا جدا. دلوقتي لا، انا بقعد ادور في البيت واعمل حاجات واحاول يا رب يا رب يكون في اي حاجه تدي كده الامبريشن بتاع رمضان بتاع زمان، لكن لا مش لاقيها خالص. يمكن اللمه، يمكن الناس الكبيره اللي كانت موجوده ربنا يرحمهم، مش عارفه في حاجه ربنا ميسنج. يرحمهم انا مش طبعاً. يعني مش عارفه اوصل لها او اجيبها تاني مهما حاولت. بس هي فعلا ممكن هي دي ريحه زمان، مش عارفه. فعلا موضوع الريحه انا بحس الموضوع دوت فعلا، ومش بس في رمضان على فكره. فعلا زي ما انت بتقولي في حاجات كتير جدا كنت بتحس ان فيها ليها ريحه. صح. الموضوع ده ولحد النهارده انا مش لاقي له تفسير، وما كنتش اعرف ان في ناس برضو حاسين نفس الاحساس ده زي. طب اقول لك حاجه، ما تريقش عليا يا عمرو. هقول لك ما تريقش عليا. انا بمسك مثلا الفاكهه. يا جماعه لما بنجيب فاكهه دلوقتي والله العظيم، كنا زمان بنجيب الفاكهه البيت كله يتملي ريحه الفاكهه دي. اقعد اشم في الفاكهه. عنب العنب ليه ريحه. كان ليه ريحه زمان. كل حاجه دلوقتي بنجيبها بحس انها بلاستيك. فعلا مش والله عارفة. فعلا ايوه يعني مش عارفه حاجه غريبه جدا. أنا شمامه انا بتتكلمي مع عمرو وانا سرحت شويه كده، عارفه اللي هو ايه. انا بالنسبه لي رمضان كان ريحه الصواريخ. عارف الصواريخ اللي هي بربع جنيه ده؟ طبعا. الصاروخ الاصفر والله العظيم كان بالنسبه لي والله رمضان العظيم. بدا باول صاروخ يترمى على الارض. صح فعلا من ضمن رايح. دلوقتي مفيش الكلام ده. بس دلوقتي الحقيقه لا، الشباب في الشارع عندي عاملين قلق جامد، فبشم الريحه جوه البيت بتاعت الصواريخ بس. مفيش ريحه بتوصل لي. والله العظيم. بس دي تمام، دي عندي. تعالى لي هنا في القاهره هتلاقي اللي انت عايزه كله. نيجي بقى للجزء بتاع رمضان المميز اللي هو احنا كنا كاطفال بنستناه. الجزء الخاص بالقناه الاولى والثانيه بكار. ما كانش في غيره اصلا. طبعا. بكار طبعا. قصص الانبياء طبعا. شعراوي. طبعا. بس بالنسبه لك انت بقى، لازم. ما كان في حاجه زيها كده؟ كان في حاجه يعني مميزه نرجع بقى يعني حاجه بالتحديد. عمو فؤاد. حاجة انتوا حضرتوا عمو فؤاد يا شباب؟ بس قبل ما اطلع كبيره قوي ولا لا؟ عمو فؤاد. عمو فؤاد. ها ايه الاخبار؟ عمو فؤاد. لا تمام اكيد. لا استاذ فؤاد مهندس. ايوه. لا ده كان حاجه بقى يعني. طبعا عمو فؤاد فور ايفر طبعا. وبوجي طمطم يا نهار ابيض. بوجي طمطم. بس انا حضرت بوجي طمطم في الاخر عشان قعدوا كتير قوي حضرتك. حبيبي قعدوا كتير قوي. حضرته في الاخر حقيقي. اتحرمت منه. تقدر تقول اتحرمت من جزء كبير من بوجي طمطم. ليه؟ يعني في الاخر في الاخر خالص. ما حضرتش فلافيلو في الاول يعني. طبعا كده ما حضرتش فلافيلو. عشان كنت بكلمك عليها. الايه؟ مين حضر فلافيلو؟ انت حضرتش يا عمرو فلافيلو؟ اسامه اكيد ما حضرش. انا فاكر. مش فاكرين فلافيلو الاسم بس انا مش مجمع قوي. لا احكي لي بقى. لا احكي لي. انا لا بص، اصل فلافيلو ده حرام. كان فيل ضايع وهم خدوه وحطوه في مكان وضاع منهم، وبعدين في اغنيه بقى فلافيلو ورجع لنا، حاجه كده مأساة طفوله مشرده. انا مجمعه بس يعني بس بسيط قوي يعني. يمكن ما حضرتوش يعني اللي هو بوعي كامل اقدر افتكره تفاصيل فيه. بس انا فاكره كده طشاش قوي يعني. مش قوي لما ما هي انا الفرق بيني وبين عمرو سنه بس. تخيلي هو فاكر حاجات عني انا مش فاكرها. يعني انا حتى زي ما انت قلت كانت الدنيا ماشيه بالراحه جدا. يعني زمان فعلا كانت الذكريات بتاعتنا كلنا تمانينات وتسعينات وتشد شويه، كان ممكن يبقى فيه شويه كده ايه حاجات كومن. دلوقتي هو اللي مفيش خالص اي حاجه. يعني ولادي طبعا دي هاف نو ايديا عن الكلام ده خالص. لو في سنه عدت سنه لو شهرين عدوا بالله في احداث اتغيرت وناس في حاجات مش عارفينها. طب انت بالنسبه لك الكرتون اصلا اللي كان يعني بيحسسك او لسه مازال بيحسسك لما بيتعرض على التلفزيون لحد النهارده؟ لا انا رجعت بتاع 30-40 سنه ورا. توم وجيري طبعا. تاني بيبي صغيره. توم وجيري طبعا توم وجيري. ده الحاجه الكومن فعلا بين كل الناس. اعتقد ده كمان عدى بعدين ممكن نرجع لها. لا عدى ده شويه. فضل ده قعد بعدين بشويه حلوين.
كان في حاجات بقى يمكن ما اتكلمناش عنها في حلقات قبل كده، في مازنجر حاجات زي دي. كنت بتحبي الحاجات طبعا دي؟ الكرتون ده طبعا كنت ما بتحبيه؟ كانش عندنا اختيارات يا مم. عمرو، خلي بالك احنا بالظبط. الموضوع كان ليميتد للقناه الاولى والثانيه، يا نجيب دي يا نجيب دي، ما كانش عندنا بقى لا دش ولا ده كان يعني الحاجات دي ظهرت بعد شويه، لكن في الاول كده كنا كلنا زي بعض، المسلسلات والكرتون والبرامج كلنا قاعدين بنفس الطريقه بنفس الوقت بنتفرج على نفس الحاجه، مش عاجبنا مش هنتفرج، يعني ما كانش فيه وكده ايه مش عاجبنا دي يا بالظبط. عمرو، احنا كان كل حاجه لا بتعجبنا. هو مش ايوه صح. احنا هنهزر يا مش عاجبنا جماعه. هنتفرج. وبرغم ان اصلا مازنجر لو رجعنا افتكرنا كده هي نفس الحلقات، هم طبعا بيعيدوا نفس طبعا الحلقات. ما تنجر. بس احنا بالظبط كده. تمام، احنا هنرجع نتفرج. لا عادي هنرجع عادي اه طب كان في العاب محدده يعني خلاص بقى احنا قفلنا التلفزيون ماشي. او النور قطع مثلا، اه ايه بقى النور قطع الالعاب دي، دي انا اللي فاكر كنا النور قطع بنلعبها؟ دي شمعة. شمعة لمبة والعيلة جاز. كلها بتتجمع. انا عايز فعلا تحكي لنا في المنطقة دي. الاحاسيس آه. بتاعت القعده دي. في رمضان طبعا، في رمضان كنا بنولع الفوانيس ونقعد نلف حواليها حبايبي بالساعتين، حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. والله العظيم انا واختي وولاد خالتي ونقعد نلف حوالين الفوانيس، فده حبايبي كنا في رمضان. جميل. دي كانت اقصى طموح عندنا في رمضان بنعمله الحمد لله، قطع او جه يعني هو النور موجود او النور قاطع، دي لعبه رمضان المعتاده. بره رمضان بقى كنت هقول لك بقى بره رمضان خلص رمضان خلاص نفضى بقى بره رمضان. لو كنا اجازه كان جده بيقعد يحكي لنا بقى قصه الانبياء ويحكي لنا بقى قصص دينيه جميله ويلمنا، وكنا بنقعد وبنسمع وكنا مؤدبين وبنسمع عادي على فكره، وتشيز برضو حاجه غريبه جدا يا قلبي. والله العظيم جداً. ومفيش موبايلات خلي بالك، فاحنا مضطرين لو النور أيوة. قاطع نقعد نسمع الناس بيقولوا ايه، بيسلونا بايه، اتفضل. بالظبط. فكانت دي اللي اكتر لو حاجه كنا مستمتعين، احنا ما كناش بنبقى مجبرين برضه. عشان دي برضه حاجه الناس اللي ما حضرتش ده، احنا كنا بنبقى مستمتعين جدا بده. صح مش حقيقي مجبرين. فعلا. صح فعلا صح. مين دلوقتي لا بيحصل الوضع كده؟ كان فعلا مختلف. لا طبعا. لا دلوقتي ده حتى دلوقتي لو قطعوا كل السبل هنلاقي حاجه نعملها يعني. هنلاقي حاجه نعملها عشان ما نقعدش مع بعض القعده اللي او بنقعد هنقعد نزن بقى هنقعد نزن يعني ممكن لو قطع ساعه قطع، وكان بيقطع الفتره اللي فاتت فتره كبيره، نقعد نزن بقى طول ما النور قاطع، نزن فظيع لحد ما النور يجي. يا جماعه طب انا مش بايدي على فكره، انا مالي ما النور قطع وانا عايزي مستمتعه، ما عنديش اي مشاكل على فكره. بس صح ما يقدرش بمناسبة الكلام في الحاجات القديمه جدا. انا دخلت في كلام الحاجه القديمه، احنا كنا لسه هنرجع بقى الحاجات قديمه شويه ورا. ماشي. انا فقدت الزمن تقريبا اللي هو التليفون دخل ولا لسه؟ لا هو التليفون وقتها كان دخل ولا لسه؟ لا تخيل ده احنا صح لا انا مش فقدت طبعا الزمن. بس تليفون حضرتك ابو قرص اللي هو بنقعد نلف يعني لو النور قطع بنرغي في ده بقى التليفون ليه مغامرات اكيد. الايه؟ ده ليه مغامرات اكيد. طبعا الله طبعا. بس في مغامرات إحنا للنشر عايزين بقى ومغامرات مش الله للنشر يعني خلي بالك عشان نبقى يعني على الاقل اللي ينفع منه يعني على الاقل اللي ينفع بس منه. بقول لك ايه، لا انا كبرت خلاص انف ان انا افضح الناس عادي. بص احنا كنا في مرحله خلاص بقى يا جماعه كبرنا مفيش حاجه خلاص. بص كنا في مرحله كده اللي هي بتاعت قبل بتاعت يعني اعدادي مثلا كده. كنا انا ابن خالتي كان اكبر مننا ب3 سنين، هو واصحابه طبعا ولاد واحنا بنات بقى، انا واختي واصحابي البنات. كان عندي صحابي اشقيه جدا جدا وانا كنت شقيه الحقيقه، عشان بس ما بقاش يعني مش يعني صحابي اللي وحشين، انا كنت شقيه عادي. كنا بقى نجيب قلت لهم بس انتوا عايزين موضوع الشقاوه ده كده لا اجمل حاجه المعاكسات ان انا من ابن خالتي انا خليتهم يكلموا ابن خالتي يعكسوه ويجيبوا رقم صحابه منه ويبداوا يكلموهم، وانا ايدي نظيفه وانا بره الموضوع دول ما اعرفهمش. ده في حاجات اكبر مما تخيلت يعني. انا تخيلت مثلا بنزاول الجيران، بنزاول حد في المطلق. ايه ده الحاجات دي غلبانه قوي يا اسامه. لا نخبط ونجري وكده، دي حاجات مبتدئين، احنا كنا ليفل اعلى من كده. طبعا. ايوه الفراغ برضو كان عندنا بيعمل الفراغ يخلي الدماغ تشتغل. طبعا. طب انا احكي لكم حاجه فظيعه جدا حصلت. كنت في السعوديه، دي بقى قصه حقيقيه فظيعه. كنا في السعوديه وكنا العماره كلها كنا يعني جيراننا كانوا قرايب، فكنت انا مثلا انا في ال11، سوزان صاحبتي في الخامس، خالد وطارق في الثالث، ايمان في السابع، وهكذا. خلاص اتلمينا كلنا في بيت، وكان ليهم واحد صاحبهم سعودي حرام بيعزف اورج. المهم عملنا ايه بقى يا جماعه؟ كنا احنا كده في ابتدائي، تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، فاللي هو اطفال. ده لسه لا بس مش اطفال. اوكي طبعا.
انا عملت نفسي مذيعه. التمهيد مفيش اطفال طبعا. لا عملت نفسي مذيعه لبنانيه وكلمت الولد انه كسب معانا في برنامج معرفش ايه الذهبي والولد قعد يصوت في يلا التليفون. بينا. طب انت لسه فاكره النص اللي قلتيه؟ مش فاكره اي، بس ومش فاكره حتى كان لسه اسمي فاكره قلت له ايه نيكول. في التليفون؟ هو انا كان اسمي إيه؟ نيكول. لا ده كان فيه اسماء، ده فيه اضواء. ما انا اصلا موضوع التمثيل جاي من زمان قوي ده مش ده ما انا عايز، انا عشان كده عايز القطها من هنا، عايز اجيبها تقول النص أتصدق اللي والله كانت العظيم. بتقوله زمان. لا مش فاكره خالص طبعا، وحتى الناس دي انا طبعا ما اعرفش حاجه عنهم بقالي سنين، فحتى ما فيش حد هيفكرني، بس انا فاكره يا حرام لا هو الولد احنا هنخليهم يفتكروكي من البرنامج ده اساسا، الايه. هنخليهم يفتكروكي ويجمعوكي يا في نهار البرنامج ده اسود، ان شاء والله الله. العظيم على فكره كانوا اسكندرانيه على فكره، خالد وطارق وسوزان. يا نهار ابيض كمان يا لا، نهار ده ضمننا ابيض. خلاص ان طب في سؤال بقى عشان انا برضو يعني استوقفني شويه السؤال ده. احنا دلوقتي كنا بنقول احنا بنعمل يعني عامله لبنانيه. طب زمان في الزمن ده كان في اصلا معاكوا ناس في السعوديه لبنانيين، ولا كنت اصلا جبتي اللكنه او اللهجه منين؟ لان برضو ما كانش في اعمال لبنانيه كتير. لا بس كان في بقى ساعتها بقى MBC كانت بدات تدخل، ART كانت بدات تيجي، كان بدا نسمع بقى كلام، كان بدا نسمع ناس بقى بيتكلموا أيوة. بطريقه كده صباح الفل، مش شرط لبنانيه قوي يعني، المهم مش مصريه عشان ما نتقفش. ايوه فاهم، هتلاقي حته كده حته كده اللكنه بس. وكده كده يعني اطفال اطفال فمش مين بس هيجمع يا عم يعني. صلي على النبي، اطفال مين؟ مش اطفال. لا انا اقصد جاركم السعودي كان اصلا راجل كبير ولا كان برضو طفل ولا معاكم؟ جارنا ده صاحبهم في المدرسه، عيل صغير قدهم أيوة. صاحبهم في المدرسه. انا اقصد على زميلكم ده ان هو صغير في السن، فمش هيكون بقى قادر يفرق قوي اللهجه. لا يعني. ده كان فتمام، أي سعيد بقى حاجة مش فاضي، ده راجل مشهور مش فاضي. احنا بعنا له الوهم لا، وتاجرت باحلام الواد. انت متخيل؟ هو لو سمعنا مالناش دعوه. لا مش انا. طب احنا فاكرين دلوقتي، يعني انت قلتي دلوقتي حاجه ان انت فتره الطفوله بتاعتك او تقريبا يعني فتره من الابتدائي الاعدادي لو انا مش غلطان اللي هو احنا قضيناها بره مصر في السعوديه كده. فاكره ايه بقى من الخروجات وقتها؟ يعني كنت خروجاتكم فين؟ كانت خروجاتنا في مكان اسمه خزام، كان زي الملاهي كده، او نروح البحر نقعد على البحر. هي البحر ده كانت خروج الالتيميت في جده على فكره، كنا بنروح ناخد مثلا اكل او حاجه ونقعد على البحر ونقابل كل العيال المصريه اللي هي صاحبتنا هناك، ونبدا بقى التشرد. انا طبعا كنت متشرده، اختي طبعا كانت محترمه ولطيفه بتقعد مع الناس، انا كنت والله العظيم يا باتيناج يا عجله وانطلق بقى، اروح رابطه العبايه. طبعا طفله صغيره متخلفه بس ما كانش في بقى المظاهر المصريه دي اللي هي مثلا ترمس بطاطا الحاجات لا كان في لا كانوا بيعملوا كل حاجه على فكره. هو احنا اللي كنا بنعمل، ما حدش كان بيبيع الكلام ده. احنا اللي كنا العيال المصريه بتعمل الحاجات دي وجيبها معاها، لكن لا ما كانش حد بيبيع الكلام ده، لا خالص. يعني انتوا كنتوا تقريبا عاملين ايه حاله، يعني انتوا اللي انا برضو فاهمه من الكلام ان انتوا كنتوا اعداد كبيره يعني من الصحاب والعيله والكلام ده، انتوا كنتوا مصريين كتير، فانتوا كنتوا ناقلين مصر معاكم يعني اللي هو بالظبط ريحه مصر. طبعا يعني ما عشتيش الطفوله بتاعت السعوديه نفسها او الناس اللي في السعوديه نفسها بيعيشوها، عشتوا الطفوله بتاعتكم مصريين عادي جدا؟ لا كنا هناك لا عيال وعايشين هناك، ما عشتش الطفوله المشرده اللي قاعده لوحدي بقى ويا حرام لا خالص. كنا خطار بالخمس والست عيال على البحر بعيال عيال 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 وصباح الفل وصباح الانطلاق خالص. اصل كمان برضو اللي بتحكي دوت كان يعني حاسس جدا انك بتحكي عن اسكندريه، لان الكلام ده برضو مش موجود في القاهره او مش موجود، بس الكلام ده موجود في اسكندريه جدا. يا سلام. طبعا بتحس ان الثلاث ارباع اللي كانوا معاها اسكندرانيه اصلا. لان صح لما انا يعني اصلا انا برمي في الهوا والله. سبحان الله. لا ده صح فعلا على فكره، فعلا ثلاث ارباع الناس اللي كانوا معانا هناك، وجده تحديدا على فكره، جده فعلا كانها اسكندريه. فتصور بقى ان احنا جده كانها اسكندريه، والناس اللي معانا حقيقي كان معظمهم اسكندرانيه فعلا، مش كلام وبس، فعلا كانوا اسكندرانيه وكانوا محلين الحياه بصراحه، ما اكذبش عليكم، فعلا كانت الحياه مختلفه بوجودهم. لا احنا برضو اسكندرانيه برضه، نطبل نفسنا شويه. ايوه يا جدع. لا بجد والله العظيم بجد كانت الحياه حلوه بسبب وجود صحابنا الاسكندرانيه دول تحديدا، فعلا صح. طب بالنسبه لك انت، يعني انا كنت مثلا سمعت على فيسبوك قبل كده حد كان بيتكلم بيقول والله يا جماعه مظاهر رمضان ومظاهر العيد والزينه ومش عارف ايه دي مش موجوده في السعوديه خالص. انا اكتر حاجه شفتها بتحتفل كمظاهر بالحاجات دي كانت مصر. الكلام ده صح؟ مصر حاجه تانية، رمضان في مصر حاجه تانية، مش الاغنيه دي حقيقه. طبعا لا دي بجد بالعجل
كنا بنجتهد والله وبنحاول على فكره، وبنجيب حاجات وبنجيب صواريخ من تحت، من الراجل اللي تحت ومن الست اللي قاعده في الشارع، ونطرقع على السلم ونعمل ونرمي على الناس ونعمل كل الحفله دي تمام. بس لا 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 لا، رمضان في مصر فعلا مختلف. وطبعا ما كانش فيه عيله بقى، كنا احنا واصحابنا بنتلم مره في الاسبوع لو اتلمينا. بس كان الاكتر احنا بننزل مصر في رمضان، يعني كان دايما بيبقى التارجت بتاعنا ان احنا في رمضان هنكون في مصر، لان بره كان صعب. رمضان اصعب ما يكون بره مصر. من ناحيه المظاهر ولا من ناحيه الصيام نفسه؟ لا مش صيام خالص، لا كنا صغيرين فيمكن ما كناش بنصوم قوي ساعتها اصلا. لا المظاهر طبعا والعيله واللمه واحنا يعني لا مختلفه خالص طبعا. طب بمناسبه احنا بقى اتكلمنا على دوت ورجعنا للحته ديت، يعني دلوقتي ممكن نقارن بقى ما بين يعني او نظرتنا احنا بقى للاطفال اللي هم عايشين رمضان دلوقتي، اللي هم ما حضروش اي حاجه من ده، اللي هو بالنسبه لهم رمضان ده يعني مستجد عليهم نوعا ما. كم فظيع من المسلسلات اللي كلها تقريبا شبه بعضها بنسبه كبيره. وبس ده رمضان، يعني اغنيه ولا حاجه، حتى الاغاني اللي بيشغلوها الناس هي اغاني قديمه برضو اللي احنا عشناها واللي احنا حضرناها. الناس بقى الاطفال في رمضان دلوقتي من نظرتنا احنا بقى حاسه ان الموضوع بالنسبه لهم محرومين من ده فعلا، او رايحين على فين عامه؟ يعني عشان هم ما عاشوش فمش حاسين. بص هو انا مش عارفه، يعني انا مثلا هقول لك وليدي مثلا نوعا ما، انا وليدي عندي بنت كبيره وولد اصغر شويه، فيعني ما خدوش قديم قوي، بس شافوا شويه ربنا يخليك يا رب. بس لا انا بحس ان هم لا هم طبعا لما انا بحكي هم بيقولوا احنا مش احنا عايزين من ده، دايما يقولوا لي احنا حاسين ان احنا عايشين في وقت غلط، احنا عايزين من اللي انت بتتكلمي فيه ده، عايزين من الحاجات اللي بتقولي عليها. فلا هم مش عايشين زينا، لا مش موضوع فاقدين حاجه ما عاشوهاش، هم مش عايشين في وجهه نظري الشخصيه، هم اصلا كده مش عايشين. لا ده شهر عادي لذيذ في مسلسلات وشويه اكل لذيذ، وبنجمع اكتر من الطبيعي عشان مواعيدنا زي بعض. انا اعتقد ده الفرق الوحيد بالنسبه لهم، لكن بس الفرق انك بتقعد من الفجر للمغرب ما بتاكلش او ما بتشربش. بالظبط كده بس لكن فرق بقى اللي احنا عشناه، فرق الحاجات الحنين دي والريحه اللي بنقول عليها لا ما اعتقدش هم الكلام ده، لا بالعكس هم مساكين بالنسبه لي جدا جدا. بس انا كمان عاجبني فكره ان ولادك حابين ده، او هم لما بيسمعوا القصص دي حابين. ان انا بحس ان الاطفال او يعني الشباب الصغيرين دلوقتي حتى مش عايزين ده، بيحسوا ان هو ايه زي ما بيتقال حتى في المسلسلات دلوقتي، واحنا في زمن التسعينات واحنا وحشه قوي دي اللي هو انا اتقهرت سقطه انا اتقهرت. امال بقى لو قلنا تمانينات يا نهار اسود. فاللي هو ايه احنا بنعمل متصالحين مع نفسنا وبنحاول نسترجع الذكريات، هم جم درموها في وشنا، فاللي هو مش كده يا جماعه انت اللي فينا شويه اقعد على جنب عم الشيخ. بالظبط كده يا عم الشيخ فعلا. لا مش عارفه اقول ايه، بحس ان حسب الناس، يعني حسب الافكار اللي حواليهم ايه. احنا لو افكارنا متماشيه معاهم والدنيا لطيفه بس عندنا حاجات حلوه نتكلم عنها، يعني بحس ان احنا هقول لك حاجه من غير والله العظيم مش تكلف، بس احنا عندنا ماضي حقيقي، هم حبايبي ما عندهمش اي حاجه. يعني احنا لما بنتكلم في الماضي بيبقى انترستنج، ايه يا نهار ابيض كانوا بيحصل كذا، يا نهار ابيض كان الراجل بتاع العرقسوس اللي بيعدي يعمل في الشارع ايه ده كان حقيقي وسط الناس ووسط البيوت. هم الحاجات دي طبعا ما فيش الكلام ده خالص، صباح الفل ما فيش. ده بيربط بقى، او ده بيربط يعني علاقاتنا احنا زمان. وده بالمناسبه كمان احنا عشان اقول لك ان احنا عملنا سيرش وقد ايه احنا بندور. ده كان بوست ليكي مميز على الفيسبوك قبل كده، عملتي له شير، واللي هو سالتي الناس سؤال الفرق ما بين علاقات اولادنا بالناس اللي بره وعلاقاتنا احنا، او مقارنه بعلاقتنا احنا مع الناس اللي بره اجتماعيا واصحابنا وكده. ايوه تمام. ده بيثبت بقى ده اثبات جدا كلامي، ده جداً. اثبات عن الاختلاف. بس في اختلافات برضو، خلي بالك يا أسامة، مش ندخل في الحته دي عشان كده انت بتحرق لي البودكاست بتاعي، فبلاش ندخل فيها اصلا. لا خلاص تمام قشطه. بس ده حقيقي فعلا على فكره، في تشابهات وفي اختلافات، في حاجات غصب عننا، لكن حسب البيت الدنيا بتبقى نوعا ما في ريفلكشن، في انعكاس بيبان من احنا من كلامنا احنا وعلاقاتنا بالناس اللي حوالينا، بيبان على اولادنا وعلاقاتهم باللي حواليهم. بس يعني ضروري يا جماعه تروحوا تسمعوا البودكاست بتاع مهيتاب، لان ضروري ان شاء الله ما يتعمل كلام بس تاني. ان شاء الله ادعوا لي يا جماعه الموضوع ده كتير، ضروري ادعوا لي، محتاجه مساعدتكم، ادعوا لي. لا ان شاء الله البودكاست يتعمل وباذن الله ينزل ويكسر الدنيا باذن الله. يعدينا بقى احنا قبل نعدي مع بعض، هجيبكم احنا لينا غير بعض. ايوه فاهمه يعني النهارده عندك بكره عندي وهنمشيها كده. كان في برضو حاجه احنا قلناها في حلقه من الحلقات،
ان احنا كنا اجيال محظوظه بالتحديد اللي هم في يعني الثمانينات والتسعينات، ان احنا حضرنا المرحله الانتقاليه ما بين بقى الجيل القديم قوي اللي ما فيش اي تكنولوجيا فيه ومجرد بس تلفزيون ابيض واسود وحاجه زي كده، للتطور بقى اللي حصل طول السنين دي، من بدايه من التليفونات العاديه للموبايلات كل حاجه بقى، كل اللي طلع ده. فاحنا حضرنا ده يعني استكمالا برضو لكلامك ان فكره احنا عندنا ماضي، تمام، فده جزء من الماضي بتاعنا، احنا عندنا ده وشوفنا ده وعشناه بالتدرج بتاعه. فلما بنيجي نرجع دلوقتي ونقول يا كان زمان عندنا تليفون بزراير، اللي هو حرفيا انتوا بتقولوا ايه؟ بالظبط. يعني ايه تليفون بزراير؟ يعني ايه فعلا؟ مع ان احنا وقتها بقى يعني ايه تليفون بنلمسه، شاشه بنلمسها بتتحرك، ايه ده؟ صح اللي هو مش منطقي بالظبط. بحاول اتخيل كده لو الشباب ده، يعني الشباب دول شافوا دوت او حاولوا ان هم يعيشوا ده بشكل ما، بس بعقليه دلوقتي، يعني بعد ما شافوا قصدي كل التطور، او احنا نفسنا بعد ما شفنا كل ده ونرجع ورا ووقت ده كان بيظهر ونحاول نتخيل بقى، فاهمه الموضوع عامل ازاي؟ يعني انا شايف حتى في توهان في بص احنا هنتكيف على فكره، يعني اعتقد احنا كجيل ريزيلينس، يعني لا احنا هنتكيف عادي. احنا دايما نقول والله العظيم احنا نفوت في الحديد، احنا جامدين وهارد وركرز وايه، والله العظيم بجد. اصل احنا عندنا قول لي جبنا كل حاجه، سمارت فون كان عندنا، تلفزيون اللي بقرص، تلفزيون الشاشه كان عندنا، التلفزيون العادي اللي بنخبط له الاريال فاهم؟ والله العظيم ماشي. هيبقى الموضوع شويه ان احنا ارتحنا وتعودنا شويه على اللكشري، يعني ان احنا بقى مرتاحين ومتدلعين، بس انا اعتقد احنا الجيل بتاعنا لا يفوت في الحديد. هم ما يقدروش دلوقتي جداد، لا ما يقدروش يعملوا زينا، ما يقدروش بجد والله، يتجننوا. لكن احنا لا عادي، ايه يعني عدينا. عارف انا مت الموتة دي قبل كده، احنا عادي، احنا عملنا الكلام ده قبل كده. انا مت كتير. طب انت فاكره ايه من حاجات برضو زمان يا مي؟ يعني مثلا احنا قلنا خلاص بقى اللي هي فكره الخروجات كانت بتبقى الملاهي والنزهه. الموسيقى بقى زمان كان ليها بقى طابع مختلف زمان اكيد غير الموسيقى طبعا. دلوقتي. الوكمان طبعا، الوكمان طبعا، شرايط الكاسيت بنتكلم عنه ده في حلقات. يا الله. يا نهار، كان عندي واحد ابيض. بصوا يا جماعه بقى، يا جماعه انا حتى مش فاكره كان ماركه ولا مش ماركه على فكره، ولا يشغلني والله العظيم. كان حته وكمان اروح معلقاه في البنطلون وماشيه بقى، بس بقى محدش يقرب مني. يا الله. اللي هو حتى الكلمه دلوقتي يعني حتى مش مستخدمه، بس هي وقتها يعني روشنه. انا بقولها على فكره يا جماعه، انا لسه انا اصلا مع روشه طحن دي لا جديده شويه على فكره. روشه انا روشه جدا. انا بقولها عادي على فكره. اللي هو حد لو سمعنا دلوقتي يقول لك هو ايه الناس القديمه دي في حد لا عادي. ماله الوكمان والله العظيم كان زي الفل. لسه بيقول روشه طحن يا مامي انت. لا بقول لك ولا يشغلني او الكرنج لا احنا خلينا بص على قديمه كده. لا الوكمان كان احلى. الميوزك كانت وكمان وكاسيت، الكاسيت الاحمر اللي في بيوتنا كلنا اظن، وكاسيت العادي الفضي اللي او اسود في بيوتنا كلنا برضو، ده كان برضو اساسي طبعا. والله كنت ناسي اصلا الكاسيت الاحمر ده. يا نهار ابيض والله كنت ناسيه. لا ايه الكاسيت الاحمر؟ في برضو في حاجه افكركم بيها برضو، ما اعرفش انتوا يعني او حد شفتوها اصلا او لا. كان في كاميرا صغيره كده كانت برضو لونها احمر، وكانت ما كانش بتركب لها فلاش، هي كاميرا كده تصور بيها بالنهار بس، اللي طبعا الفيلم بتحمض عادي، الصوره بتحمض. ايوه تمام فاكراها طبعا. بس هي بالنهار بس. كان الكاميرا دي انا فاكر في اوقات كان يعني ممكن حد نكسبها في مسابقات وحاجات زي كده في اللي هو جمعتي. ايوه طبعا صح، نجيب فيلم وناخد كاميرا هديه في حاجه كانت كده صح. انا فاكره حاجه زي كده. ليه كان في حاجه زي كده؟ ايوه صح تمام. كلنا كانت عندنا في بيوتنا، والعاديه بتاعت بالليل العاديه بالفلاش. بتشتغلوني صح؟ لا والله العظيم. عمرو انت عندك ليه يا اسامه؟ انا اكبر منك بسنه. لا اكبر مني بسنه تقريبا، اكبر مني ب40 سنه فاهم؟ لا بس الكاميرات دي كانت موجوده بجد عادي، وكنت بحبها جدا. كانت عندنا وكانت عند كل واحد في البيت كان ممكن يبقى عنده كاميرا على فكره، يعني رفيع. كان في رفيع وفي مقلبس كده وصغنن، فاكر حاجه زي كده؟ كان في كاميرا كمان لما ظهرت برضو كان اختراع، اللي هو الكاميرا اللي انا هصور الصوره وتطلع في نفس الوقت. الصوره الانستنت دي بس دي متطوره شويه كده. انت خلي انت كده بتتطور. ايوه انا بقول لك بتتطور مننا. انا بقول لك لما دخلنا. لا خليك بص. انا بقول لك لما دخلت. انت كده تتطور مننا. خلينا في الحته بتاعت التحميض.
لا انت لا كده انا مننا اقصد لا، انا دي اقصد ان اختراع. يوم ما ظهرت دي يا كان نهار اختراع. ابيض، يعني اللي يا هو نهار ابيض. انا هصور الصوره دلوقتي وهشوفها دلوقتي. ايه اه ده اللي هو اللي فين هو احنا فعلا فين عدينا عنصر التشويق والاثاره؟ هتطلع شكلي عامل ازاي في الصوره؟ مش موجوده. بالظبط. وفعلا برضو النقطه دي مهمه جدا. الصوره زمان كانت بتتصور، هي صوره اتصورت. بالظبط. انت بقى بتعمل ازاي، بتبتسم، شكلك وحش، شكلك حلو، هي الصوره كده. دلوقتي احنا ممكن السيلفي نصور 60,000 صوره ونختار احسن صوره منهم، ولو مش عجباني نمسحها ونصور تاني برضو عادي. صح. لا في فعلا الواحد لما دلوقتي بيرجع يسترجع الذكريات، دي فروقات. فجوه زمنيه، اه دي فجوه زمنيه فعلا، ده فعلا. مصطلح صح يعني صح جدا والله. مظبوط جدا. فعلا صح. طيب قولي لي بقى، تعالي بقى للمستقبل شويه، هنرجع تاني ماشي للماضي بس تعالي ماشي المستقبل سيكا. ماشي. موضوع الفويس اوفر وموضوع الموهبه الفظيعه اللي عندك في الصوت بدات ازاي؟ بلاش موهبه فظيعه والنبي يا اسامه، بلاش تأفور الموضوع. انا مش بحس، اقول لكم حاجه والله يا ما جماعه، بافور، والله العظيم والله ما بافور، مش انا بقول هتصدقوا الحقيقه على فكره، انا بقلبي على خالص. لساني. تصدق والله العظيم مش بحس خالص بحس انه عادي، حاجه انا بحبها فاي هاف فن. مش بحس ان مم. الموضوع يعني مش عارفه يعني انا عمري ما حسيت بكده. الناس كانت تقول لي انت يا بنتي ينفع تشتغلي في الراديو، اهزر وشكرا. انا كمان عايزه احكي لكم حاجه على فكره، يعني هتخسروني بعد تقريبا اللي هحكيه لكم ده. انتوا ممكن نقطع لا. علاقتنا لو عرفتوا انا عملت ايه. والله العظيم لو عرفتوا. بصوا، كان وانا في رابعه كليه كان في مسابقه بيعملوها، يعني راديو من الراديوهات المشهوره اللي كانت عامله بومينج ساعتها ولسه مكمله. خلاص مش عايزه اقول لهم اعلان عشان طبعا احنا في البودكاست بتاعنا مش عايزين نجيب اعلان لقنوات تانية. المهم عملوا، كان في تيست بعمله، بسجل حاجه معينه، حاجه زي يعني حاجه تشويقيه بسجلها وبيكلموا الناس الناجحين. انا سجلت حاجه لذيذه جدا وعدتها كذا مره، وسجلت حاجه بيرفكت وكنت عارفه ان هم هيكلموني، ونسيت. شهر 2 3 كنت في رمضان نايمه، تليفون رن، واحد كلمني، حد مشهور جدا يا جماعه، انا ممكن اقول لكم اسمه، طارق ابو السعود. خلاص تمام. انا من اذاعه، انا كانت ايه مش فاكره كانت ايه، يعني المهم حاجه معروفه جامده جدا. وطبعا وانا بقى وانا نعم، فقال لي انا فلان الفلاني وانتي كلمتينا في الراديو وعملتي كذا. فقلت له بس والنبي يا احمد ده ابن عمتي. لا والله يا فندم حضرتك انا معاكي فلان الفلاني من اذاعه كذا وانتي مهتاب موسى وسجلتي معانا كذا. قلت له ها يا احمد وبعدين هطلع لك البلكونه دلوقتي. كان جدي وعمتي مكمله، والله العظيم كان عمتي وجدي ساكنين عمارتين لازقين في بعض، فمن بلكونه للبلكونه احنا ويتوك يعني على طول. فطلعت البلكونه، رحت حاطه يعني داخله البلكونه وانا صاحيه من النوم عشان اشوف احمد اللي واقف في البلكونه بيشتغلني. فاتفاجئت بقى وانا ماشيه لسه ما صحتيش من النوم، لسه كده ما صحتيش من النوم لسه. واتفاجئت بقى وانا ماشيه بعمل الحوار الرائع الجميل ده، وانا بس يا احمد والنبي ان نهار اسود ده ممكن يكون حقيقي مش كده. المهم يا جماعه انه طلع حقيقي. طبعا بلاش نسال هو سالني ايه بعد كده وانا رديت عليه بايه، ودي كانت اخر مكالمه جت. لا تمام، انا عايز اعرف النتيجه بقى. لا صباح الفل، صباح الفل بقى. اللي باقي بقى اللي جاي بقى واحده مصدومه مش عارفه ترد على ولا سؤال اصلا. انت رابعه كليه، كان زمان دلوقتي يا شباب نجمه النجوم ومكسره الفضائيات والتلفزيونات. طب انت بذمتك، يعني انت بذمتك ومش عايزاني اقول لك انك فعلا صوتك من الاصوات اللي يعني الهاي كواليتي جدا، بل الاوفر كواليفايد. لو مش يعني لو مش هجعلصها قوي، يعني مش هكبرها قوي، فاهم؟ انا بس انا ما مكبرهاش، انا فعلا اللي في قلبي على لساني، وبقول ان صوتك يعني خامه صوتك بجوده كبيره جدا. بص مش عارفه، هو يمكن انا الاحباطات بقى المتكرره ان مفيش فرص، ان مفيش، مش عارفه يعني، مش حاسه قوي دلوقتي ان الموهوب هو اللي بياخد فرصه. مش عايزه اغلس على الناس ونعمل بقى حته تراجيدي في الموضوع وانتوا لسه يا شباب يافع وانا واحده ايه بتقاعد. بلاش ايه. لا تمام، بس حاجه مهمه فعلا ومحتاجين نتكلم فيها، فلا قولي عادي، كملي فيها. يعني مش عارفه، بحس ان احنا هم بصوا، انا مره حد قال لي في المجال ده، حد من الناس الكويسه المعروفه، ان هي بتبقى معارف. دلوقتي مثلا ليتس سي مثلا دلوقتي اسامه وعمرو عندهم جالهم بروجكت خطير وبانتاج فظيع، هيعملوا ايه؟ هيكلموا مهتاب وهيكلموا ناس من الكاست بتاعهم، هيظبطوه ويسكنوه في الادوار، لكن مش هيروحوا لناس ما يعرفوهمش. هو ده دلوقتي غالبا، وعلى فكره ده اتقال بيحصل في التلفزيون وفي المسلسلات وفي الافلام، فدي حاجه دلوقتي بقت موجوده شلاليه، ان كل حد بيجيب الناس اللي يعرفهم. بس هو على فكره برضو يعني نقطه كلامك، هو الموضوع ده يعتبر موجود في كل المجالات، صح؟ فمش بس في التلفزيون او الراديو او الكلام ده، هو موجود
عموما كل في حتة، كل صح. في كل الاشغال. يمكن هو هنا بس في فوكس شويه على الموضوع عشان يعني ده اللي قدام الكاميرا او ده الظاهر للناس. يعني انا ممكن اختلف معاكم شويه في الموضوع، انا يعني مع احترامي ليكم انتوا اه الاثنين، بس انا شايف ان يعني دي حاجه غلط تماما. انا كمخرج عمل او كمنتج عمل لا هروح للكواليفايد لا، ما هو للشغلانه انت او مش اللي انت كده مش يليق. مختلف معانا، انت بتتكلم في نفس وجهة النظر اللي بنتكلم فيه. احنا انا شايفين ان هي الصح بتاعها يعني كده. الموضوع مش ايوه شلل. لا، احنا شايفين ان الصح بتاعها كده، بس امم احنا ايوه بنقول اللي طبعا. موجود اه هو المتعارف عليه بقى دلوقتي كده اللي صح. موجود اه للاسف ما بقاش كده، يعني المفروض عارفين زي طب ايه الطبيعي. يا هو جماعه؟ الاصح ان انا اجيب حد كواليفايد. زي السكاوتس، عارفين ان مكتشفي المواهب اللي بيكتشفوا الناس بتوع الكوره، بالظبط. بتوع اللي هو كده، هو امم المفروض يكون اه في ناس بيكتشفوا المواهب، بيشوفوا فعلا خامات الصوت ويحطوا صحيح. مثلا يصنفوا، مم. والله عندك اسامه في كذا، ماهي في كذا، يبقى في كل اه حد في حتته معروف انه مثلا ده ممكن يشتغل في بس كذا او انت ده في كذا. قصد قصدك عن فكرة ان المستكشفين بتوع الكورة ان هم الصح، يعني ده الصح والمفروض ان يبقى كده صح ايوه كده، ان طبعا، يبقى المفروض في ان ناس كل بتدور بجد على ناس مش اصل موجوده. انا فهمت الكلام بتاعك ان زي مستكشفين الكوره ان ما بقوش حتى دلوقتي بيدوروا على هو المواهب، ده لان ده دلوقتي للاسف طبعا، حاصل. الله، طبعا دلوقتي بالظبط. طبعا ده اللي انت بيحصل. بالمناسبه ليكي في الكوره اصلا يعني ليا على ولا؟ خفيف حسب يعني حسب الماتش مين. لو مم. مثلا منتخب مصر اكيد ليا، لو انا ده مش ضامنه يا مم. شباب انتوا اهلاويه ولا زملكاويه ولا تيجي اتحاد نثير ولا الجدل، ايه يلا تيجي النظام. نثير الجدل نعملها سؤال الحلقه. فايه ايه يلا. يلا حذر فزر، ما هي اهلاويه وزملكاويه؟ يلا سؤال بالظبط. نشوف لا اللي الحلقه، بس بعيدا هيقول عن ايه. احنا سؤال الحلقه. كده نفسنا مش هنعرف انا ممكن بعد انا بعد كده التصوير. سكت، بعد التصوير احنا هنعرف. انا سكت خلاص مش هقول. انت بس سكت لا، ولا صح؟ الماتشات المهمه، اللي ماتشات لا يعني لا ماتش لا اهلي قول. وزمالك اكيد هتفرج عليه، ماتش منتخب مصر اكيد هتفرج، وطبعا مم. يعني ابني حبيبي فرجني على ليفربول بالعافيه عشان احنا طبعا بقينا ليفربوليين عشان صلاح. محمد صلاح مم. طبعا. بس لكن اكتر كده من كده كده لا، ما كده يعني كده ما محمد دوس. صلاح في اي حته احنا هنتفرج تمام عليه، معاه، احنا احنا بقينا معاه. معاه يعني روما في روما، ليفربول وات بقى احنا معاه، يعني احنا كده كده الجنسيه بتاعت يعني اللي بيلعب فيها احنا معاه، احنا تمام. بالظبط. بس احنا كنا لكن بنتكلم ليا عن في الكوره المشوار شويه. الفويس اوفر. ايه استنى يا عم، انت ليه بتنططنا من نقطه لنقطه؟ ما كنت عايز ارجع احنا لل للكوره يا عم. كنت هيزنقني عايز عمرو، ارجع عايز للبدايه. يزنقني يا اسامه لا دلوقتي في حاجه في الكوره. لا لا لا، انا بتكلم على فكره المستكشفين برضو اللعيبه، اه لان فعلا احنا في مستوى، انا اكيد مش مش هتكلم في الكوره بالمعنى الحرفي يعني، بس انا بتكلم عن فكره بما ان بنتكلم عن مستكشفين المواهب، والمواهب بقى في كل المجالات في الكوره فعلا. احنا بنشوف لعيبه دلوقتي، بما ان انا راجل بحب الكوره يعني من زمان، بنشوف لعيبه مش بتعرف تلعب كوره موجوده صح وليها صح اسماء حقيقي وبتاخد فعلا، ملايين. تمام صح. لا وفي نفس الوقت وتزامنا يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، كمية الفيديوهات اللي موجودة على التيك توك وموجودة على المنصات دلوقتي لشباب بيلعبوا في دورات رمضانية وحاجات بسيطة جدا، بنتفرج على مهارات مش عادية. الناس صح، دي احسن واحرف من لعيبة موجودة بتاخد ملايين. وخطار واولى فلو وتالنتد بالاكتشاف، جدا، واولى نفس الكلام بالاكتشاف. بالظبط. بالظبط، صح. لو في حد بيشوف الناس دي، لا احنا هناخد الكورة في حتة تانية، زي ما هناخد باقي بقى التلفزيون كل وكل باقي المجالات بقى، عشان باقي برضو المجالات في من حته تانية خالص لو اعتمدنا الطريقه دي فعلا. صح. بس تروح بقى شوف انت كنت عايز تقول ايه بقى. اتفضل لا يا انا فندم، كنت اتفضل. هقول بنفس الطريقه والله، بنفس الوي. اصل لو انت هتتكلم في الكوره انا اروح، انا مش في الكوره. انا ممكن اسيب المقلع المايك كده واتكل على الله اروح. لا نقدرش يا فندم، اتفضل. احنا كنا بنتكلم بسكه ان مهيتاب كانت بدات في مجال الفويس اوفر من هنا، من خلال مثلا مسابقه في الكليه، ولا كان قبل؟ انا عايز اعرف القصه كلها. لا ما كانتش كليه، ده كده انا كنت مقدمه دايركت للراديو، ما كانتش كليه خالص، وانقطعت خلاص ما بعد كانش مع المكالمه كليه. الرائعه دي، بعد اللي انا عملته وهببته وبوظت الدنيا. خلاص على كده بوظت خلصت الدنيا. بقى. وعشت حياتي بقى خلاص، عملت حضانه واشتغلت شويه وسبت الشغل واشتغلت في حضانه، وبعد كده عملت انا حضانه وقعدت سنين وقفلت الحضانه، وبعدين اخدت HR في مكان. يعني لا ده انا عملت يعني لعبت رحت كل حته ممكن تتخيلوها، لحد بقى ما قررت ادخل بقى اخد ورك شوبس بتاعه اذاعه الاول. الفويس اوفر كانت الحاجه التانية، يعني بعد ما خدت الاذاعه تمام. وعملت 3 مواسم خدت الفويس اوفر، قلت اخد بقى هي باكجز لها، الناس بياخدوا كل حاجه مع بعض، فانا خلصت دي تمام. ورحت واخده بقى بتاعه الفويس اوفر. بس دي اخر حاجه خالص عملتها، بعد كده ما عملتش حاجه خالص الحمد لله. بس كان على طول اللي هو كان يعني كان الدافع اللي جوه مهيتاب ان انا عايز اخد الفويس اوفر عشان انا لازم اخده، ولا عشان انا حابه اخده؟ لا عشان حابه الحقيقه، مش هكدب عليك.
لا مم. حابه، واقعد يعني اسمع لسه في في شغف. الاعلانات واقول الله نفسي ابقى زيهم، والله نفسي اعمل انا كمان. وبحب قوي اقول لكم حاجه ما تتريقوش عليا، الدوكيومنتريز يا جماعه والله العظيم انا بقعد اتفرج على انيمال بلانت واتفرج الناس بيقولوا ايه وطريقه كلامهم. لا 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 لا، ما اعرف، ما تسالونيش ليه الدوكيومنت اشمعنى والله ما اعرف. بتعجبني بشكل فظيع، ملفتين بالنسبه لي طريقه كلامهم وطريقه ان هم في صوره ماشيه، وهم دول اصلا كلهم دبلجه، ما فيش حاجه ده أيوة. بالانجلش وهم مم. بيترجموا. فالموضوع مم. يعني مش سهل، بعشقها. فده كانت الحاجات الصراحه اللي كانت خلتني عايزه اعمل الكلام ده، يعني لا كان يطلب في منها دماغي. الطلب المعتاد. ايه يطلب منها؟ اصل عشان ده في الطلب نقاش المعتاد. بيوشوشني لا ده في الطلب المايك. المعتاد، لا اكيد هي سامعانا برضه يعني، بس هو اوكي في نطلب الطلب المعتاد من اي حد فعلا صوته بيكون مميز، ان احنا بنقول له ادينا حته حته ايه بقى بالظبط؟ قول لي عايز حته فين؟ من الدوكيومنتريز، اي دوكيومنتري عجبك واثر فيكي، او دور مثلا حابه انك تعمليه. انا عماله احاول بس اركب الكلام. هو كان في واحد فظيع بتاعي ان كان في خدي راحتك خالص. غزاله بيبي واسد والاسد مرضاش يهجم على الغزاله لانها حتى غريزه الامومه موجوده في الاسد. بس انا بقى ان انا اقول أيوة. الكلام ده بلغه عربيه حضراتكم هنتفضح كلنا دلوقتي. مفيش حد عادي يقول لي يعني. اقول خدي ايه راحتك، ومفيش خدي حد راحتك. يصلح لي، خدي راحتك. فهنتفضح. قولي لا لا قولي لا زي ما انت ما عايزه فيش حد فينا وفي الاخر صح. احنا هنقول لك هنشيله في المونتاج وهنسيبه. هتسيبوه. احنا هنقول لك هنشيله بس هنسيبه. فما تقلقيش خالص يعني، احنا اعتمدي علينا. لا استنى، طب افكر في حاجه كنت قايلها قبل كده عشان بس ما نتفضحش. كان في مره برضو كان تمام. ايه خدي كان وقتك خالص. كان في مره برضو قلت دوكيومنتري حلو قوي، كنت يعني في الفويس اوفر ورك شوب، كان عن ولد اللي هو زي مش موكلي، اسمه ايه، طرزان. ان ولد كان مم. بيتربى مع عائلات موجوده في كان بيتربى مع حيوانات وهم افتكروه الولد المتوحش، اسمه ولد المتوحش. بس يا جماعه مش تمام. اسمحوا لي انا هطلع القطه بره الاوضه عشان احنا هنتفضح كلنا دلوقتي. هي قررت خليها تصحى منورانا معانا عادي. وهتيجي على المايك السيرة معايا يعني والحاجات حالا. حالا هي دلوقتي تمنتجوا بقى ما تمنتجوش لمصلحتكم. اطلع القطه قبل ما نتفضح كلنا، لحظه واحده. استنوا يا شباب، استنوا كده لما استرجع امجادي. الكلام ده بقاله كتير قوي يا جماعه. اديله لا خدي راحتك خالص عادي. على الاخر. لا هناخد كتير. لا بصوا نتكلم وممكن في الاخر كده ابقى اديكم حته ماشي. كده بقى ايه حته كده يا جماعه. اصل عندي بصي برد. هو يعني اصل صوتي مش انا مظبوط النهارده. انا كنت لسه هقول لك حاسس ان الموضوع راح في السكه دي، بس انت سمعتني قلتي على طول. محتاجه ينسون او حاجه، لسه خارجه من دور. معلش يا جماعه والله. طيب بعيدا بقى عن الجزء ده، اه هل جربتي تعملي مثلا دوبلاج مثلا في حاجه، حتى لو مع نفسك او مع حد من صحابك او حاجه زي كده، لا كرتون معين او متخلفه ما بقى في جربتيش؟ الدوبلاج بقى. بصوا بقى متخلفه يعني والله العظيم. انا بدوس وادخل واي تشالنج ويلا بينا، وانا يعني يلا بينا وبحب التحديات جدا. لكن دوبلاج لا، ما لقيتنيش خالص بجد. ما اعرفش هل انا جربت يعني صوتي في يوم ممكن ما ما ينفعش. حسيتيش؟ جربت حاسه ان انا مش عارفه، طبعا انتوا هتفهموا اكتر مني او ممكن حد مختص اكتر مننا. انا صوتي لا، مش حاسه ان انا اقدر ان انا اوظفه لدوبلاج. يمكن ما اتعلمتش برضو، خلي بالكم. بس لا الموضوع لا، الدوبلاج ما جربتش بصراحه. اسامه خطير خطير في الدوبلاج. سمعتك بتعمل حاجات بتقلد اصوات وبتعمل بتروح لحتت خطيره. فاسامه خطير في الحته دي. لكن انا لا ما جدا انا ما شاء الله. كنت لسه اقول وكنت لسه هعمل نفس الحركه وهزنقه قدام الكاميرا. ايوه بس ايوه هو ده ما تنزلش، مش لازم تصدقني الزرقاء دي، لا مش لازم ادينا اي حاجه مش كده. لازم خالص. ليه؟ بص ليه هو فنان؟ انا اعتقادي. استنى وانت يبقى عندك برد انت كمان. هقول لك على حاجه، انا لقيت الدور ايه ده تعبان. انا اعتقادي ان يعني انا مع احترامي طبعا لكل الناس اللي هي دارسه المجال دوت وعارفه اساسيات وان ما ينفعش وكده، انا شايف ان الدوبلاج يعني جزء لا يتجزأ من التمثيل الصوتي. يعني هو على النقيض او قدام بعض في توازن في الحته دي شويه. انا بحس ان في ممثلين ممكن يمثلوا قدام الكاميرا وما يعرفش يمثل اذاعه، وفي ممثل يعرف يمثل قدام الكاميرا وقدام الاذاعه. ده كمان وجهه نظر انا برضه شخصيه. لكن الدوبلاج ككرتون بحس ان التنوع اللي بيحصل في الشخصيات مش اي حد يعرف يوصل لها. يعني انك تغير صوتك وتوصلني يعني لحاله معينه، انت طبعا بتعمل ده جدا لان انا سمعتك قبل كذا مره. فشوف التواضع لما تشوف قدام الكاميرا بقى اللي هو بيعمل. فمش كل الناس عندها الحته دي.
صح. بس انا من وجهة نظري ان صوتك انت يسمح بده شويه. لا بحس انك طيبه قوي صوتك، آه. يعني تقدري تولدي لي احساس الطيبه جدا وفي نفس بسهولة. الوقت العكس. في نفس الوقت الشر تعالى قوي. شوفني بزعق العيال ازاي عشان تعرف الطيبه. آه. ثواني. لا فعلا لا ده كده وحش، الناتشر، خلي بالك اللي كده خلي الطبيعه بالك فعلا. خلي بالك بس ده انديكيشن كده، بس بديه للناس عشان اطمنهم، لكن الحقيقه لا لا بزعق، لا لا. وبقول لك ايه، وخامه الصوت دي في الزعيق اوبا، ما اقولكش ما اقولكش يعني. طب احنا عايزين نسمع الناس الجانب الشرير من مهدي. جانب شرير. آه. بص انا برضو هقول لك حاجه حلوه قوي بعملها، انا بتدرج، يعني انا يعني مش بطلع على طول على الرابع، يعني في الاول بقول انا هزعق على فكره كذا غلط وهزعق، وبعدين استنى شويه طب انا اديك على فكره هزعق. ايوه على فكره انا بجد هزعق اللي وراها بقى. بس بقى لا 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 المايك هيتخانق ودنا لا اللي وراها بس ليتلي بقى بحب دلوقتي اوفر. ها ايه؟ لا قول انت الاول. اصل احنا كنا بنتكلم انا وعمرو قبل كده في ان صوتك يتوظف جدا شرير. مش صح فعلا. مش صح. لو بحاجه فيها عنف اكتر او فيها حاجه اللي هو بتزعيق، انت بتزعقي لحد يعني. اصل احنا يعني برضه هو انت مش مدركه، احنا بنحاول يعني بالطريقه كده نعرف الحاله اللي بتبقى حاصله لما بتيجي تزعقي. لا انا خايفه عليكم والله العظيم هتقطعوا علاقتكم بيا. انا ممكن اجيب لك بنتي. لا 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 انا مره، بص انا اختي بتزعق كتير جدا، انا مره اخويا كان واقف حضر الزعيق انا بزعقه لابني، قال لي لا لا برافو مهتاب، وراح مسقف لي الجايزه الاولى لمهتاب. الله العظيم. لا واضح الموضوع الزعيق ده في ليفل تاني عند مهتاب. طب لا احنا برضه ما بتزعقش كتير، بس هي الزعيقه عزيزه، يعني الزعيقه لو حصلت تبقى يعني بص مصيبه سودة. طب بمناسبه ان احنا رحنا للحته بتاعت الام والحاجه زي دي، طب الموضوع بقى فكرة العلاقة ما بينك وما بين أولادك، والعلاقة ما بينك وما بين والدتك زمان، أو العلاقة عموما حتى، يعني مش لازم بالتحديد، بس علاقة الابن والأم زمان ودلوقتي. حاسة الموضوع الاختلافات بينهم عاملة ازاي؟ لا اختلافات رهيبة طبعا، يا نهار أبيض. ماما كانت ماما ليها كده هلو، ماما حاجة فظيعة وعظيمة ومخيفة، مع ان ماما كانت صاحبتنا جدا على فكرة، واوبن مايندد جدا جدا، ودماغها كانت فظيعه ومختلفه ومعاصره جدا. لكن ماما المفتاح بتاع ماما في الباب، اي حد بيعمل حاجه مش هيعملها حتى لو حاجه مش غلط على فكره، دي ماما. أيوة لكن ولادي دي مامي. عادي دي الهفق مامي والله العظيم. مفيش طبعا لا بحس طبعا في لا بحس ان انا لا هفق طبعا، شوف كل الكلام ده والزعيق والكلام ده كله، لكن لا طبعا ده اي كلام طبعا، لا في فرق فظيع. بس برضو انا برضو عندي وجهة نظر في الحته ديت، هي مش فكره ان احنا او يعني الاباء او الامهات في الوقت ده ان هم ضعاف او ان هم مش عارفين يسيطروا، على قد ما احنا زمان لما كنا ابناء كنا بنحترم الناس دي وبنخاف منهم، لان احنا ما عندناش مرجعيه، احنا اللي قدامنا دي ماما ده بابا، ما عندناش غيرهم. فالناس كلها بتخاف من الاب، الناس كلها بتخاف من الام، فاحنا ده مش هنخرج عن المعتاد. صح. انما دلوقتي صح اللي حاصل في السوشيال ميديا واللي حاصل في الحياة عموما واللي هم بيشوفوه بقى فكرة ان هو طب ما عادي، طب ما هتسيطر عليا في البيت، مجرد ما اروح اول يوم ليا في المدرسة هكتشف ان في حياة تانية غير دي. بص احنا خايفين برضو، هم عندهم تمتيشنز وحاجات حواليهم اكتر مننا، فاحنا لازم نتنازل شوية عن فكرة التقليدية في العلاقة الابوية او الامومة غير زمان. دلوقتي احنا ليه ما نبقاش تقليديين؟ عشان الحاجات دي هتتعمل من ورانا، فنبقى اصحاب وحبايب، فنوجههم عشان ما يعملوش مصيبه، يبقى المصيبه خفيفه. بس لكن زمان ما كانش عندنا مجال. بالظبط، مصيبه خفيفه. والله بالظبط، لان ما يعملوش مصيبه ديت حاجه يعني تقريبا شبه مستحيله، انما المصيبه تبقى خفيفه ماشي. بالظبط زمان بقى بتقولي زمان. لكن لا طبعا يا نهار ابيض، لا في لا فرق شاسع طبعا في العلاقات وفي الاحترام وفي الهيبه. بقول لك الهيبه، مهما كانوا يعرفوا كل حاجه عننا كان فيه هيبه كده، هيبه. لكن دلوقتي لا، ما بحسش خالص باي هيبه الحقيقه. فدي من الاختلافات الفظيعه في العلاقات يعني. أنا لا من دون قطع كلامك، كان في مره افتكرت موقف دلوقتي بالنسبه ان المفتاح في الباب دي كان، بس ده حصلت معايا بقى مع ابويا مش امي. كان انا كنت خلاص خلصت امتحاناتي وانا في اجازه اخر السنه، حتى مش نص السنه، خلاص يعني انا حر دلوقتي 3 شهور. بس كان لسه يعني الامتحانات لسه ما بلاش يومين 3 خالص، وقاعد بتفرج على التلفزيون عادي جدا في امان الله.
الباب خبط، يعني حتى مش مفتاح، صوت بس حد خبط على الباب حرفيا، ومش ببالغ والله العظيم، انا جريت من مكاني وانا قاعد قدام التلفزيون لحد اخر اوضه، ابعد اوضه عن المكان، جري سبرنت، ضربت سبرنت لحد جوه. لما برجع في لحظتها اللي هو اتخضيت وقلبي فضل يدق جامد. بعد كده دخل امي طبعا شافتني بجري، بعد كده بتقولي في ايه، حست طبعا ان في حاجه غلط بتحصل. طبعا قلت لي في ايه، سكت لان انا فعلا ما عنديش رد في يا ايه نهار فعلا. ابيض. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، بس كان الاحساس فعلا اللي هو، ومش خوف على فكره، يعني مش خوف اللي هو قصدي انه ابويا شخص يعني مثلا بيضربنا او شديد علينا، لا خالص، بس هي فكره الاحترام اللي احنا لسه بنتكلم عنها، وفكره ان احنا في خوف في صح. حاله هنا كده، ده الاب. صح. فاحنا ما عارفين ان التلفزيون بيتقفل اول الاب بيجي لازم صحيح. يتقفل التلفزيون ونجري. صحيح. فلسه او الكوره فاكر بتشتغل، او الماتش بيشتغل، او لما الماتش يوه. مثلا شغال بيشتغل، في ماتش طبعاً. الزمالك بيشتغل على طبعاً. إيه؟ على التلفزيون. لا انا قصدي الريموت ده انساه. لما يكون، لا انا بقى دي عمرها ما كانت بالنسبه لي ابدا، لان ابويا اصلا ما بيتفرجش على كوره، فانا طالع لوحدي من ده كده الناس بيت أصلاً. استثنائي بقى المحظوظة. حضرتك، لان طبعا كل بيوتنا كانت خلصت عمرو من الناس طبعا في المحظوظة. ماتش خلص انا الموضوع. ابويا بيتفرج على الماتشات برضو اللي هي ايه، اللي هو مصر منتخب يعني، او ماتش اهلي وزمالك، لو في حد موجود كمان، يعني لو حد من قرايبي موجود وعايز يتفرج على الماتش فممكن يتفرج معاهم، انما في الطبيعي لا. يعني انا حتى لما بدات اشجع كوره كنت مستغرب جدا ان انا، طب انا شجعت كوره ليه؟ ما فيش حد عندي في البيت كله بيتفرج على كوره. بس يعني احنا برضو على نفس الجانب. هل انت شايفه ان تربيتنا زمان هي كانت التربيه الايجابيه مش بتاعت دلوقتي، مش التربيه الايجابيه بتاعت دلوقتي؟ احنا ما بنسالش الاسئله دي، عيب وحرام حضرتك. أصلاً. ايجابيه ولا احنا أنا كنا مفيش طبعا لا ايجابيه ولا سلبيه، كان الشبشب بيطير والله العظيم، اي بالظبط، حد هي دي. بيعمل يا اي حاجه الله. خلاص والله أنا آسف العظيم وخلاص. انا فتحت الحوار ده اصلا من الاول عشان اسال الحته ديت طبعاً. واسترسلنا ونسيت اسال. لا 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 وست كمل. وامي ست دكتوره يعني متعلمه وكل حاجه على فكره، وكنا لا، كلنا بس الشبشب كنا الناس أساسي. عادي، ايه وضربه أيوة، خيط ولا حد يموت يا جماعه، مش والله العظيم. وقرصه وتروح لفه القرصه ونلاقي اللون البينك الجميل ده او الاحمر او الازرق بعد القرصه. عادي جدا. دلوقتي عادي جربي طبعاً. كده مثلا تقرصي مثلا يا نهار ابنك او أبيض. بنتك، يا لا ده انا نهار هروح أبيض. لدكتور نفسي. ده هو انا ده اقدر الموضوع ده اصلا عملت لي تروما وانا صغير. والله العظيم 3 ولا بهزار، والله العظيم انا لو زقيت حد كده مثلا، لو غلطت من كام سنه يعني وانفعلت وزقيت حد من قدامي، يا نهار اسود، دي الحياه انتهت اصلا، تشايلد ابيوز على طول. لكن ايجابيه وسلبيه كان مفيش الكلام ده، احنا ما كانش عندنا الكلام ده طبعا، وكنا على فكره السحرة الشريره، السحرة الشريره زقتني. بس احنا ومش احنا كده معقده كده على فكره، يعني مش حاسه اني معقده، بالعكس خالص على فكره، ولا لا، عندي اي هو ده حمقى على طبيعي. اهلي. بالظبط، عادي ده العادي جدا. بس برضه انا كان يعني دون قطع كلامكم، ردا على سؤال اسامه، فكره ان ده الصح او ده الغلط، انا شايف ان هي مش ما فيهاش مقياس. زمان كانت التربيه بتاعت وقتها وكانت كده، ودلوقتي لو وقفنا فوق شعر راسنا مستحيل التربيه اللي كان الطريقه اللي كانوا بيربوا بيها الابناء زمان تنفع دلوقتي، مستحيل. صح. طبعا طبعا. وقبل وبعد. صح طبعا. توتالي انا معاك 100% طبعا. بس احنا في حاجات برضو كتير استوردناها من بره يا ميتاب. ايوه ماشي طبعا، ثقافات الغرب وكده. ايوه طبعا، في حاجات كتير وفي حاجات غلط، احنا بناخد اللي عايزينه ونسيب اللي مش عايزينه، انا مش معترضه خالص على فكره. المسميات الكتير والحوارات والحلزونه، ياما الحلزونه، الحاجات دي اصلا مش بتاعتنا والله العظيم. بس ارجع واقول لك يعني الناس بقى بتستعملها بمزاجها. وعايز اقول لكم حاجه يا شباب برضو، هو في ناس بتضرب يا جماعه دلوقتي على فكره، في ناس بيضربوا عيالهم ضرب مبرح، وفي ناس بيحبسوا العيال وبياخدوا التليفونات ويحرموهم من هم يقابلوا اصحابهم وينزلوا الشارع. احنا بس ممكن نكون في مجتمعنا مش شايفين، او في المحيط بتاعنا مش شايفين. بس هقول لك برضو حاجه، يعني برضو حتى الاطفال اللي بيتضربوا دلوقتي اكيد في برضو ناس ده بيأثر عليهم بشكل طبعا. نفسي أيوة بس طبعا. غير كده في اطفال حتى وهم بيتضربوا دلوقتي عادي، اللي هو انا هتضربني وهعيط عشان انا طفل كده كده وهزعل شويه، وبعد كده هعمل اللي انت ضربتني عليه ده تاني كده كده. صح. انما احنا زمان ما كان احنا اتضربت عشان الحاجه ديت خلاص مستحيل اعمل طبعا. اكس هنا، طبعا اعمل اكس هنا عشان خلاص انا مش هروح اعيد ده تاني. ايوه احنا كنا جيل نظامي على فكره، وده يرجع لمرجوعنا ان احنا كنا فعلا ناس نظاميين، عايزين خلاص نتربى ونقعد جنب الحيطه وناكل عيش في البيوت دي. وبرضه هنروح برضه للحته بتاعت فكره ان المرجعيه بتاعتنا كانت محدوده جدا. صح برضه صح. دلوقتي موضوع مفتوح جدا، وفكره ان كميه الاحداث والحاجات اللي بتحصل حوالينا
مش طبيعيه كتير صح. جدا وسريعه جدا، برضه صح. فصعب جدا انه يسيطر على يعني مش هتعرف هتسيطر فين ولا فين ولا فين، اللي هو لا هجيبها مفيش منين، سيطره هتقفل خالص ده. على فكره، مفيش سيطره خالص توتلي. وانا يعني بالظبط. هقول لك حاجه، وده بقى comes from حد انا بحب اسيطر جدا، مش سيطره، مش والله العظيم مش تحكم، بحب ابقى عامله بلانز وعارفه كل واحد بيعمل ايه ورايح فين، بالظبط. وقبل ما تعمل اي حاجه قول لي وانت رايحه كذا بلغيني، وانا لطيفه وظريفه واوكي على كل حاجه، بس لازم ابقى عارفه مقدما وديورنج واخر الموضوع. ده كده مش سيطره، لكن برضو بيطلع الحاجات بره سيطرتي عادي جدا طبعا طبعا. اكيد. فصح يعني لحد الموضوع- سن كام بقى؟ يعني انت لحد سن كام بتحبي الاطفال؟ لا ما بحبش الاطفال اصلا صح. اصلا. كويس ان انا بحب السؤال اللي وصفه كده. كان عندي حضانه، أساساً. واخد بالك؟ انا كان عندي حضانه، أيوة. دي مصيبه سودة. ما ده انا كنت هربط الاتنين ببعض، لا لقيت لا الموضوع ده اكل عيش اكل عيش. طب خلينا بمناسبة ان احنا كنا بنتكلم عن فكرة ان احنا كنا بنخاف من الاب والام والكلام ده، ايه بقى اللي كنا بنخاف منه واحنا صغيرين فعلا بقى، بعيدا عن الاب والام؟ ومن الغوله، اساطير ومن زمان. الغوله ايه، ومن الغولة. هنبدأ بدون قطع كلام برضه، احنا عملنا حلقات، احنا فشلنا ان احنا نطلع مخاوف من حد. ان الناس، عملنا حلقات مع الناس معانا في المسلسل، يعني الناس دايما بتخافش. انا ما فهمت، اقول من الغوله ابو رجل مسلوخه والحاجات اللي موجوده دي كلها، ما فيش اي رد فعل، عشان حضرتك فحسيت دول إن هو- كلهم ناس اجيال جديده ما شافوش الرعب اللي احنا شفناه احنا، حصل، والله العظيم ما حصل، بهرج. الناس دي بقى احكي عشان لنا بقى التلفزيون عن- والتقنيات الحديثه والحاجات دي، لا كنت بخاف من حاجات غريبه يا جماعه. ومن الغوله دي كنت بتخيل الضلمه وام الشعور. مين ام الشعور؟ اقسم بالله ما اعرف. لا تصدق انا ما سمعتش لا ما الشغل سمعتش ده قبل كده. الاكسبريشن لا، ده لا، قبل كده ومش خالص، راضي ولا في المسمى ده الضلمة. اساسا. ام الشعور دي في الضلمه، انا تخيل واحده بقى كده عندها شعر عماله تمسك في شعرها، دي ام الشعور. بتعمل ايه مش مشكله، بس هي دي ام الشعور. هي شد شعرها، هي طول الوقت شد شعرها. طب ده حاجه تضحك والله. يعني انت تخيل واحد ماسك شعرها، واحده ماسكه شعرها وعماله تعمل بالظبط كده، يا هي دي لهوي ام الشعور. حاجه كده تخيل بلا الموضوع. مفيش فيتشرز. حتى لما افتكر معاك كده دلوقتي وانا صغيره وبفتكر، انا مش شايفه فيتشرز في الوش، هو بس شعور شعور شعور. طب امنا حرفياً. الغوله، طيب كنت متخيلها ازاي؟ كنت بقعد اتخيل واحنا بنلعب اللعبه الهبله بتاعت امنا الغوره طقطقي الفوله. حد فاكرينها ولا ما عدتش عليكم يا حبايبي؟ عشان بس برضه احنا فين. ده احنا ابتدينا ان احنا دلوقتي اللي حاليا فاهم في مجال الاطفال الصغيره بالنسبه لنا. لا لا لا، دي كانت اصل الاغنيه نفسها والله العظيم مرعبه. امنا الغوله طقطقي الفوله بتعملي ايه؟ تبدا بقى اللي بيلعب يقول بغسل صدق انا سنيني بدات بسن استرجع السكينة. دلوقتي. ايوه انا بدات والله استرجع شويه الاغنيه دي فعلا. دي اول كانت ما رعب قلتي الصراحه ما كنتش فاكر. والله لا، العظيم. كملي يا 3 كملي. رعب حد بيقعدوا في الارض ناس، وحد بيلف حواليهم اللي هي امنا الغوله، ونسال بقى احنا واحنا في الارض نسال امنا الغوله طقطقي الفوله بتعملي ايه؟ فتروح اللي بيلف ده يقول مثلا بغسل سناني بلبس هدومي وبعدين بسن السكينه وبعدين هموت فلان ده، بتروح هي راميه حاجه على حد من اللي قاعدين وتطلع تجري وراه. او خلينا واللي برضه يقعد- نوضح ان دي لعبه اطفال. لعبه اطفال، تخيل. واقسم بالله لعبه كيجي، دي لعبه اطفال مش بالنسبه اطفال. لك مش عايز يجي لنا تروما من واحنا صغيرين. دي تروما. وبصوا كان في برضه حاجه اسمها الشريك المخالف. انا دي طبعا هي ما تخوف. هي لما كبرت وفهمت الكلمه الشريك المخالف عادي، البارتنر اللي بيقول اي على اي حاجه لا. ايوه ده كان بالنسبه لي انا شخص حقيقي. الشريك مخالف ده بني ادم، وهو شريك مخالف من غير اي ترجمه طبعا حرفيه للكلام اللي بيتقال. الشريك المخالف ده بني ادم. تيتا تقول لي الله يرحمها اي حاجه هتعمليها غلط هجيب لك الله الشريك يرحمها. المخالف. يا نهار اسود، الشريك المخالف. لما كبرت فهمت ان ده عادي، ده واحد بيقول لا على اي حاجه يا جماعه زي ما انا بقول لا، يعني ما فيش اي حاجه خالص. انا كان عندي بقى فكره العلاقه سنه بقى بالحاجات القديمه دي اللي هي منى الغوله وام 44 والحاجات دي. كنت دايما بقول وانا طفل يعني في وقتها، عمري ما حسيت ان الحاجات دي بتخوف بالنسبه لي انا طبعا. لسبب، لان انا مش عارف يعني ايه غوله في مرحله معينه، انا مش فاهم يعني ايه غوله اصلا. وانا طفل، لما وانا صغير يعني. فطالما انا مش فاهم يعني ايه غوله، فدي حاجه مش هتخوفني. تمام عادي. فامنا ايا كان هي فحنينه يا ولد. ده ذكاء. ده بص حضرتك جيلكم كان اذكى من جيلنا. خلينا بصوا، ده ذكاء. والله العظيم ما بهرج. هو بجد الذكاء بيزيد والله، مش بجد والله العظيم. احنا كنا غلابه. بوكو وطمطم اخواتي ازاي ما بنسالش الاسئله دي؟ طماطم اختهم ازاي ما بنسالش الاسئله دي؟ لا خالص. بندق وميكي ما بنسالش الاسئله دي. كل ده احنا مش بنسال عن الكلام ده. انتوا جيتوا بقى طرحتوا السؤال.
اللي وراكوا طبعا ما مم. شافوش الكلام ده فخلاص تمام، بس هو صح ما تمانينات تمام. تسعينات الفينات صح والله انتوا اذكى مننا بجد. احنا طبعا انا كنت عمري بسال الكلام ده، ومن الغولة دي حاجه مرعبه خلاص خلصت، حاجه مرعبه انا مالي لا امنا ولا في غولة ولا سؤال في مالي. الموضوع وفي اختفاء في حاجه رعب. اه لا بالظبط اصل انا برضو كده. في حاجه يعني اللي انا كنت بخاف منه مختلف تماما عن كل ده. ايه انا كنت بقى؟ بخاف من الست الزرقاء. لا دي انا مش بس يعني ايه. لا ما فيش، ما دي حاجه بتاعتي انا بس، حاجه دي ما بنسالش عنها. دي حاجه شخصيه، لان انا كنت دايما الحاجات دي، قلت لك الحاجات دي ما تخوفنيش، ولا لما 44 ولا امنا الغوله ولا اي حاجه خالص. اللي هي الست الزرقاء دي بقى كانت بتجيلي في الحلم، اوف. والحلم ده كان بيتكرر كتير جدا. عارفين الحلم بتاع احمد السقا في افريكانو، بتاع الاسد. اللي هو الحلم بالظبط حاجه ده بقى متكرره جدا. يا الست نهار الزرقاء دي أبيض. بتيجي في شباك الحمام او المطبخ، اه اللي بيطل بقى، يعني الشبابيك دي بتطل عليه. الاقي الست الزرقاء دي بتطلع لي في الحلم كل يوم، او يعني مش كل يوم اعتقد، مش فاكر يعني، بس اقصد لما كانت بتظهر لي كتير جدا. وهي عباره عن ايه انا لحد النهارده مش عارف اوصف، بس هي حاجه، هي ست اكيد مش بني ادمه، حاجه تشبه او يعني حاجه ابعد من كده شويه، ومش العفريت اللي انا ما اعرفش شكل عفريت ايه. طبعا. بس هي حاجه غريبه. لا بس حاجه وزرقاء. مرعبه على فكره والله العظيم، انا خفت دلوقتي. آه. حرام عليك حرام عليك يا عمرو، ينفع كده يا عمرو؟ لا دي خرافات طفل، ما تقلقيش منها. لا 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 بس لا لا مرعبة. وحتى شكرا حضرتك على الاصوات، شكرا. لا ده اسامه بيوجب بس. لما كبرت شويه، وبدات افكر في الموضوع، وبدات افهم بقى ان اللي في الحلم دوت لازم يكون حاجه في عقلنا الباطن والطبيعي. فاللي هو طب انا شفت ايه في طفولتي؟ حاجه زرقاء، حاجه مرعبه زرقاء، مفيش حاجه خالص، لا في الكرتون ولا في اي افلام مؤخرا. بس زرقاء. لا بقول لك شخصيات يا باشمهندس اللي لسه ما زرقاء. لا الالوان يا شباب. الحاجه الوحيده اللي لقيتها شخصيه زرقاء كان الجني بتاع علاء الدين. وده شخصيه لطيفه جدا، وشخصيه كوميديه جدا. فما فهمتش بقى حتى افاتار حاجه زي كده دي ما كانتش موجوده طبعا. فما فهمتش بقى لحد النهارده، انا ما عنديش تفسير. بس تمام يعني الحمد لله ان هي حاجه ما كملتش معايا، والست الزرقاء بالظبط الحمد لله بجد. بس ايه وسط كل ده؟ بس ايه فعلا وسط كل ده كان بيخوف ميتاب؟ يعني ايش الالتيميت فير بقى؟ لا مش عارف، ما كانش فيه برضه. بقول لك يا اسامه احنا كنا غلابه يا ابني، كنا بناكل عيش والله العظيم. التيميت فير مين؟ مفيش الكلام ده. احنا عايزين والله العظيم ما بهرج. انا كنت في مدرسه راهبات كمان، فكنت بخاف جدا جدا في المدرسه. يمكن الالتيميت فير السير، يا نهار اسود لو السير خدتني عندها عشان مش عامله الواجب. واوضه الفيران في المدرسه طبعا، اوف كورس اوضه الفيران طبعا كده. وكان في اوضه فيران على فكره، كان في اوضه فعلا مهجوره بتاعت اوضه فيران بجد اصلا. ده هم عاملين لكم حاجه فعلا. يعني كان في اوضه فيران، يعني فيزيكال اوضه موجوده فيزيكال بنشوفها بس ما بندخلهاش، بس بيتشاور عليها دي اوضه الفيران. ده حقيقي بجد على فكره. كان بالنسبه لنا المنور، يعني كان الريفرنس ده المنور دي اوضه الفيران. والله جايز كان يبقى منور، بس برضو انا برضو عقليتي برضو كنا احنا غلابه، وزي ما قلنا كده كنا اقل ذكاء. فممكن يكون كان المنور وعلى قد دماغنا دي اوضه الفيران، فقشطه تمام يعني. لكن لا بس والاكل يجري ورايا يوم القيامه. كنت بتخيل ورك الفرخه بيجري ورايا وانا ماشيه، والله العظيم انا ولادي بيتريقوا عليا. كنت بيجري ورايا بجد فيزيكلي، هو ورك كبير وانا صغيره وبيجري ورايا تك 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 وانا بجري. طيب في برضو حاجه بمناسبه ان احنا رحنا في الحته دي، الشبشب المقلوب. طبعا الخرافات بتاعت زمان، هل دي خرافه ولا ده حقيقي فعلا؟ اكيد خرافه يعني، طبعا لسه السؤال يعني. انا لسه منع نفسي اعدله على فكره من يومين عشان تبقوا عارفين، لسه والله العظيم اول امبارح منعت نفسي اقلبه اعدله. قلت اعدله ليه؟ ما هي تبقى تسيبيه. ايه رايكم؟ ده حصل بالفعل. بس دي لا تتعارض، يعني فكره يعني ان احنا شايفينها دلوقتي خرافه لا تتعارض من ان احنا لما نشوف الشبشب هنعدله اصلا كده بس عشان ايه؟ عشان مترسخ جوانا يقين وعقيده ان ده غلط. ما فيهاش يعني احنا خلاص ده كلام ده خلاص دي موروثات، وفي حاجات في دماغنا مش هنغيرها، ونعمل بالمقص نفتح ونقفل المقص. انا كنت بتريق على جدتي لما بتقول لي كده زمان. بنتي كانت بتلعب من يومين بالمقص ولا الاسبوع اللي فات، قلت لها ما تعمليش الحركه دي. ليه؟ ما فيش تفسير، ما تعمليش الحركه دي وخلاص. ايه رايك؟ والله العظيم والله العظيم بالظبط كده من غير اي تفسير. هو انا خلاص حافظه ده ما يتعملش فما يتعملش بس خلاص. احنا خدناه مسلمات حرفيا. مسلمات طبعا، ما فيش يعني مننا كنا بنستغرب الكلام ده لكن بنعمله، نستغربه بس هنعمله. على ذكر العادات بقى، يعني العادات المتوارثه بقى، انت دلوقتي ايه العاده اللي انت ورثتيها عن الاب والام او ورثتيها عامه وقررتي ان لا دي العاده اللي انا متعايشه معاها
رغم انها مش عاده حديثه او مودرن، بس انا متعايشه معاها عشان دي العاده اللي انا مرتاحه فيها، قديمه بس قشطه انا حباها. لا مش عارف، عماله افكر معاكم، استنوا كده ادوني لحظه. ايه الحاجه اللي كانوا بيعملوها وهي قديمه وانا بعمل؟ مش عارف يعني عارف. مثلا زمان اه كان يقولوا لنا مثلا ايه، نام على جنبك اليمين. اه بس ده بس حاجه برضه ده حاجات يعني فاهم. يعني لا، في حاجات صحيحه، دي حاجات وانت ماشي صحيه مش طبيه مش ما مظبوطه. تمشيش حافي، البس روب، مش عارف ايه، كان ايام الجرايد روب بتاعت عشان يضاف في الكاستور صدرك. احط جرايد. كانت عاده من العادات، يعني هي كانت برضه من ناحيه المسلمات كده، ليه حط جرايد اصلا؟ تصدق انا طلعت غلبانه مش جدا، ما فاهم. بعملش كده خالص في العيال في اي حاجه خالص، وحافينه على طول، انا بس لابسه شبشب ما بتكلمش. اه والله العظيم. لا ما افتكرش، ما فيش حاجه يعني، مش عارفه، ما افتكرش في حاجه كملت كده. ممكن، بس انا ممكن في طريقه التربيه انا شويه ستريكت، مم. وعايزاهم يبقوا بيرفكت قوي زي ما كان بابا وماما مم. معانا. فدي صح، مم. دي انا ممكن تكون فيا، حتى مش في اختي على فكره، فيا انا تحديدا مع مم. اولادي. البرفكشنست قوي، هم كانوا كده قوي معانا احنا الاثنين، بس 3 اكشلي بقى اخويا كمان. انا اللي طلعت مم. عايزه اولادي كده، وطبعا صباح الفل اقول اللي انا عايزاه، اه واغني واعمل اللي انا فاهم. عايزاه كله براحتي خالص، يعني ربنا يهديني. وده كله مع نفسي، اللي لكن هو اخرك هنا هتسمعي ربنا يهديك يا ماما خلاص. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن لا، يا مفيش حاجه ربنا يهديك تانية يا اظن. بابا، لا. اه انا برضو في حاجه من ضمن برضو الحاجات اللي اختلافات الفظيعه، ان الاطفال الايام ديت ما بقوش، او يعني الغالبيه العظمى يعني ما بيعرفوش يقولوا عمو او طنط او حاجه زي كده خالص. احنا بنادي الناس باسمائهم. اه ممكن طبعا، يبقى بلا اكبر القاب مني طبعا. اكبر مني طبعا. ب 20 سنه يعني انا ادركت دوت. يعني طبعا احنا برضو احنا ماشيين كده في الحياه، نكتشف مره واحده ايه ده، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ انا وصلت هنا، وصلت السن ده ازاي؟ صح. اه ففجأة اكتشفت ان انا المفروض في السن اللي بيتقال لي فيه يتقال لي عمو او حاجه زي كده، هو بيئة. وما بيتقال لي عمرو. عمرو ايه يلا؟ بس هسألك عمرو ايه سؤال يلا؟ يا انت عمرو بقى، مجنون. معلش والنبي على الحتة دي. قول. انت مم. بتحب الناس تقول لك يا انكل ولا يا عمو؟ ده هنا بقى لا نقف. خالص. لا شكرا. خالص لما ما واحدة مش 18 سنة تقول لي يا طنطك، طنط مين؟ ما هي اه تاب. بس كده. طنط في عينك. ايوه. انت طنط في عينك. وواحد مثلا ولد، يا حبيبي يا حبيبي انت اطول مني، يا حبيبي انا جنبك انا صغننه، طنط مين يا حبيبي؟ مش بص، دلوقتي برضو ايقنت انه مش هو ده الاحترام. لا ما هي عادي، ما هي وما لا يتاب لا. وزي الفل مم. عادي جدا. فسيبك انت من الالقاب، احنا ما بنحبش الالقاب يا عمرو اصلا. لا بس بحس ان الموضوع مش قصدي، انا مش بتكلم من فكره ان انا بطالب بده. بس بقول ان دي حاجه برضو هم حتى ما تعودوش ان هم يعملوها. ومهما تقولي دلوقتي هيقول لي، هيبص لنا بصه كده اللي هو ايه، عمو ايه، طنط ايه، احنا هنهرج. صح اللي تمام. هو فكره انت اللي هو، بس احنا طبعا في سنهم، احنا لو غلطنا مره وما قلناش او اتلخبطنا او نسينا او سرحنا، يا نهار يعني. طبعا احنا يا كان نهار ممكن ابيض. فيها كان ممكن نحلم الشبشب بالست بقى اللي لسه الزرقاء. طبعا ما كناش نجرؤ اصلا، كنا ممكن نجرب. انت بالظبط. بتهرج، ما كناش نجرؤ نجرب اصلا. لا نجرب مش بقول الاسم في نجرب، بقنا، بقول ننسى. يعني ولا ننسى ولا نجربه في بقنا ولا بينا وبين نفسنا اصلا. لكن لا، ما سهوا كانش كده فالid اه. طبعا. لا صح على فكره، آه. جدا جدا ما كانش فالid فعلا. بالظبط. حاجه يعني جميله، حاجه مثلا جميله. وقتها ايه، بقول لك حاجه جميله، حاجه جميله. الحمد لله. كانت حاجه جميله جدا. الاحترام ده، يعني انا بالنسبه لي مثلا اللي انتوا بتتكلموا فيه دوت، انا ما يعني مش حاسه عادي. انا شايف ان انت لو قلت لي مثلا عمو اسامه او انكل اسامه لا انت هتحس او انا وصلت السن ده ازاي؟ يعني بس من هو جانب ده. بيبقى فيه توهان كده، بيبقى فيه مم. فجوه عندي كده. مين عمو اسامه حبيبي؟ انا فاكر كنت في حوار دار ما بيني وما بين ابن خالي، مش من وقت طويل يعني، من شهور، ممكن شهرين 3. كان بيقول لي انا دلوقتي عندي 35 سنه 36 سنه وعندي اطفال، ولسه لحد النهارده لما بشوف واحد عنده 40 سنه بقول له يا عمو. لان انا دماغي مش مترجمه ان انا خلاص بقى فرق ما بيني وما بينه 4 سنين او 5 سنين. احنا لسه شايفين نفسنا احنا ما كبرناش. مش لا يا جماعه كبرنا ايه؟ لا احنا لسه صغيرين. فكره ان احنا فعلا مزنوقين في جانب اللي هو ايه، انا اقول ايه، اقول عمو، اقول طنط، اقول ابي، اقول الحاجات دي. لا انا تهت لحد ما خلاص انا ببقى خلاص، انا اكتشفت ان انا كبرت، فالمفروض ما اقولش الحاجات دي. ما بقولش بقى خلاص. انا قليل ادب يا سيدي. اقول لك اسمك في وشك. اه طب لو رحنا لفكره برضو، بما اننا جبنا سيره المدرسه، اه وبرضو برضو بنقارن ما بين جيلين، الضرب في المدارس مثلا،
انت كنت بتقولي ان انتوا في المدرسه عندك كان في عقاب او كان في اوضه فيران طبعا وكان في حاجات زي كده. طبعا. كسر وانا جبس، عارف اه اللي هو التايتل كسر وانا جبس. اه. لا فكان طبعا الموضوع كان بالنسبه لك عامل ازاي؟ فرق شيء طبعا. مم. كنا بنتضرب طبعا لحد ما انا في اه اعدادي وضربت وحصلت مشكله في المدرسه، كان في ضرب عادي جدا طبعا. وفي ثانوي كانت كل الناس اه بتتضرب عادي على فكره، في ثانوي كمان. اه دلوقتي لو مم. حد فكر يزق حد من ولادي، يا نهار اسود اه والله العظيم اه. 3 تبقى وقعت المدرسه على اللي فيها، على كل ما نملك. مم. وقعه جميله. بس ده كان غلط. بص انا كنت مقتنعه ان في المدرسه ما ينفعش حد يمد ايده على حد. اكيد ما فيش حد مع الضرب كده كده في كل الاحوال، اكيد. بس اه برضو يعني انا مش مع الضرب، بس انا بحس ان الضرب في وقتها، او يمكن برضو مش الضرب، يمكن الحته اللي احنا كنا بنتكلم عنها فكره احترام الاكبر مني، كان ده عامل مخلي المدرس عارف يسيطر على الناس اللي معاه. مم. دلوقتي يمكن السيطره على الطلبه او الموضوع بقى صعب جدا. هو بقى فكره صعب ان انا بصراحه. اقول لك اعمل حاجه او في واجب عليك تعمله، لا يعني واجب ايه وبتاع، يعني لو ما فيش بقى ده من البيت، وان الام او الاب هم اللي بيخلوا المدرس هيعمل يسلم، فاهمه اللي صح. هو يعني زي ما انت لسه قايله، لو هو مد ايده بس ولا اتنرفز ولا قال كلمه تضايق ابني او بنتي، انا هعمل مشكله. بس برضه ماشي. عشان ما بقاش قطعت كلامكم انتوا الاثنين، برضه انا اه عندي برضه نقطة هنا. ما انت على الجانب الاخر افقدت المدرس هويته او هوية كونه مدرس، ما ما اديتلوش الصلاحيات اللي كان بيتمتع بيها قبل كده معاك، ما انا تعمله بقول تقريبا. لك، ما هو ده اللي انا بقوله، انا بقول ما هو ان ده مش الضرب موضوعنا اكيد بس. مش صح. هي دي مش موضوع الحلقة اصلا، بس هي انا حبيت اقول النقطة دي لان برضه يعني زي ما فيها هي عليها. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله بالظبط، بس انا بقول فكره ان اكيد مش اكيد انت مش مع الضرب، يعني انت لو انت فعلا ابنك او حد يخصك في مدرسه واتضرب، انت كده كده مش هتبقى حابب ده، اكيد. يعني شئت ام ابيت، او حاولت تفكر كده ولفتها في دماغك، لا مستحيل. بس زي ما بنقول زمان كانت الحته دي موجوده. ف انت مثلا من وجهة نظرك ايه بما اننا بنقول ان هو صعب وكل ده، بس ايه اللي ممكن يتعمل دلوقتي يرجع حتى لو جزء بسيط دوت الهيبه بتاعت المدرس او حاجه زي كده، ولا خلاص الموضوع ما بص بقاش لا فيه لا انا فايده؟ مش مع الهبه خالص، ولا كنت معاها قبل كده، اه لان ده عمل مشاكل نفسيه بقى فظيعه. انا كنت يعني بص انا يعني لا انا حصل لي مشكله جامده بسبب القصه دي قبل كده، وكانش ليها اي لازمه، وانا كنت مم. مؤدبه وجميله، كانت حاجه ليها علاقه بدرس باخده مع حد وقصه كده يعني. لا هو الفكره مم. دلوقتي وساعتها برضو اكتر مدرس الناجح هو اللي مصاحب الولاد، مصاحبهم، بس بالظبط. هو محتفظ باحترامه لنفسه. ده اكتر مدرس من برافو. ساعتنا احنا كان ناجح. دلوقتي اي بالظبط. مدرس يفكر ان هو يبقى يعني ياخد يعني، يا اما بيكبروا دماغهم خالص، انجوي يا ولاد، اللي عايز يعمل حاجه مم. يعمل، اللي مش عايز يحضر الحصه ما يحضرش، سواء مدرسه على فكره ناشونال ولا انترناشونال ولا حتى حكومه. او بيبقى تمام. بقى في الحكومه شويه اظن لسه في ضرب، بس لا ده غلط. هو الصحوبيه اكتر تمام. حاجه دلوقتي بتنفع، وبتنفع زمان وعلى كل العصور على فكره، ان يبقى المدرس مم. ليه شخصيه وفي نفس الوقت صاحب الولاد. فلا لا يعني مم. دي حته بقى انا فيها بص عشان انا مريت بيها، فممكن هبقى انا غلسه شويه فيها. فلا هو صحوبيه مم. الولاد ده اهم حاجه على فكره، بس بليمت ان احنا مش صحاب صون فصون، يعني مش اللي هو البساط مم. احمدي بقى ونولعها، لا. ايوه لا بالظبط. اه في في بس فرق. انا ليميت. برضو عندي تعالي عن الحته دي، برضو بتقولي لي ان المدارس الحكوميه دلوقتي فيها ضرب، انا برضو مش ملم قوي بالموضوع في الوقت الحالي، بس انا كان عندي موقف شخصي، يعني انا في كان عندي تدريب عملي ايام الكليه، ان انا كنت ببقى موجود في مدرسه، اه وكنت بخش حصص فاضيه من باب اللي هو يعني مفيش مدرسين، فاخش اه حصه فاضيه بس كده عشان اه تقعد مع الطلبه وكده. اه وطبعا كنا بنخش كذا حد، يعني انا وزمايلي، طبعا طبعا. صادف بشكل او باخر يعني لسبب ما، يعني انا في يوم لقيت نفسي انا لوحدي في الفصل، اوف. اه فلقيت، وانا طبعا لسه طالب في الكليه، فقلت انا هصاحبهم، اللي هو اللي انت كنت بتقولي عليه دلوقتي، اه انا هصاحب دولت وهزر معاهم والعب معاهم على اساس ان الحصه تخلص ونعدي بسلام ونخلص. تمام وكانت مدرسه حكوميه طبعا. طبعا. عايز اقول لك ان انا معرفش كان زمن الحصه مثلا ساعه الا ربع او حاجه زي كده، انا صوتي ما هداش دقيقه، انا كنت بزعق بس، انا داخل بنيه ان انا هصاحبهم. الموضوع فشل معايا من اول دقيقه، العيال مش بيسمعوا الكلام، مش بيسمعوا اصلا. قاطعين قاطعين ودانهم ودانهم كلهم. زي ما بيقولوا. قاطعين ودانهم كلهم. في بنت من البنات الموجوده، اعتقد لو انا فاكر صح كانوا سنه رابعه او خمسه حاجه كده، يعني صغيرين جدا، يا يعني صغيرين 11. ايه ده. جدا ابتدائي. اه بقول لهم طب يا جماعه يا شباب ويا بنات، هنرسم على السبوره، عايز بقى ان انا راجل بقى فاكر ان انا هعمل بقى هحلل شخصياتهم من الطريقه اللي هيرسموا بيها ده. راجل غلبان قوي يعني. يا انا كنت حرام غلبان. يا حرام. ف... فقلت لهم هنرسم ده، لقيت في واحد رسم لي توك توك،
فقلت له ده عايز ليه ياخده ده؟ يمشي مختلفة بقى، فاهمة؟ الناس فقال بترسم لي- طموحها، العيال بترسم فلقيت طموحاتها. بيقول لي اصل انا ابويا سواق توك توك. يا باشمهندس انت بتعمله ده؟ طب خلاص انت كده. انت فضلوا الرسومات، انا مش عايز اقول لك وقفت الموضوع الفقره يا دي نهار ابيض. بعدها ب 10 دقايق لقيت بنت كانت تقول لي انا عايز اروح عايز اروح للمديره كده، انا عايز اروح للمديره، مش عايز مثلا اروح الحمام، او انا عايز اروح للمديره. فقلت لها ليه عايز تروح للمديره؟ قالت لي انا عايز اروح للمديره. مالكش دعوه. انت كده عملت أصلاً مصيبه أصلاً. اكيد عملت آه. مصيبه. فحاولت افهم، اصل انا مدرس واحد يعني مفيش شهود معايا. لو آه. دي راحت قالت بلت عليا قالت حاجه انا بالسلامة. مش عارف. فلا وفي لي كده وهيك دي قولي لي ايه اللي حصل. فضلت على الموضوع دوت مره واتنين ادخلها وترجع تاني لحد قالت طب بقول لك ايه انا عايز اروح الحمام. فقلت لها ماشي. لا شكيت وبقول لك لحظه، ايه يعني، ثانية واحده فوق ده كله، بقول لك بقول ايه، لك انا عايز إيه، اروح الحمام. شكيت خلصنا. للحظه كده وهي رايحه ناحيه الباب ان هي في حاجه. فقلت لها ثواني تعالي كده. قالت لي ايه؟ فقلت لها وانت تروحي للمديره صح؟ قالت لي كده بمنتهى الجرأة اللي في الدنيا. طب ليه؟ قالت لي ما انا بقالي ساعه بقول لك انا عايز اروح للمديره وانت مش عايز توديني، فانا هروح لها. المهم يعني اختصارا بس عشان ما اطولش عليكم، المهم طلع ايه ان في واحد زميلها كتب لها جواب وبعته لها جواب يعني عاطفي، وهي ما عجبهاش، ما اعرفش ما عجبهاش الولد نفسه اكيد ولا ما عجبهاش أكيد ما الفكره. عجبهاش الولد. والله فهي دي رايحة- فعلا بوينت، بدون قطع كلام عمرو، دي بوينت مهمة جدا. العلاقات العاطفية للأطفال الصغيرة وقتها كان صعب فعلا التعامل معاها. أنا بتكلم بقى من ناحيتي أنا وأنا صغير، يعني فترتنا إحنا مش فترة العيال دي. إحنا كانت طبعا مشاعرنا يعني فياضة جدا. طبعا. مش عايز أخش برضو في الحتة دي، لأن الحتة دي بالنسبة لي كانت إحراج جدا. قنبلة إحراج فعلا. طب ما إن تحكي أنا لنا كده أكتب عن جواب. ذكرياتك وحاجاتك. انا حاسه ان انت شفت- لا انا شايل. اقدر اقول لكم انا كنت وديت بخاف من نفسك ايه فين؟ استكمالا فعلا للخوف. طب انا والله هحكي لكم على حاجه، انتوا فعلا بتتكلموا على الخوف وكده. انا نط في دماغي ذكرى ليوم انا مش حابب ابدا ان انا كنت افكر فيه، بس انا فضلت اليوم ده حرفيا انا صاحي وعامل نفسي نايم فتره ساعتين، من ساعتين لساعتين ونص، اوف. عشان خاطر انا شايف في حد في الصاله بيصلي، مش حد من اهلي. انتوا فاهمين يعني؟ لا امي ولا ابويا، يعني اني صلاه دي اللي هتفضل قاعده ساعتين. بس اللي هو في حد انا شايفه او ساجد او راجع تحت ناي او قاعد في الارض ومستنيني، حد بخمار بقى. ده انا بقى سميته ابو خمار او ام خمار، ما اعرفش يا والله. حرام ايه ده؟ انا سميته ام خمار. ساعتين ونص في يا نهار السرير اسود. مش عارف اقوم، غير بقى لما ايه يعني الحمد لله ان انقذني ان ابويا دخل الحمام، فتح النور، فلقيته ايه، مجموعة الملابس المحطوطة على الكرسي، يا وخيالها هو اللي نهار عامل الموضوع ده. ابيض. يا نهار ده حقيقي. ابيض. دي كانت حقيقي، ده اليوم لا ده لا انا لا مش لا لا انا احنا مش صح، ناسيه رعب ابدا. المواقف ده يا نهار اسود. انا مصدقه جدا على فكره، والله انا مش العظيم ناسيه جدا. خالص. وعلى ذكر حاجه كمان انا فضلت برضو محبوس. انا ليا حاجات ياما جدا، انا لو فتحت مش هسكت والله. بس انا فضلت محبوس 3 ساعات في البلكونه في السقعه عشان النور كان مقطوع، يا نهار ابيض. وانا 3 ساعات. طفل صغير في ابتدائي. ايوه انا انا فاكر راجع انك من حكيت الدرس الموقف ده، بس وضح اكتر لان هو مش لا طفل صغير راجع من الدرس في ابتدائي، أوف. فمعايا المفتاح عادي، دخلت لقيت ما لقيتش حد في يا البيت، قلت بس حرام. بقى حفله النهارده، حفله. حضرت الاكل الحب بقى النور وفتحت قطع. التلفزيون وكرتون، النور قطع يا حرام. والله. 3 يا ساعات حرام، في ده غلب في ده والله البلكونه. العظيم، ده غلب. 3 ساعات في البلكونه. لا يعني البلكونه مثلا مش على شارع، لا ده احنا في حته مقطوعه، مش على شارع قصدك يعني مش يا الدور لهوي عالي على قصدك. الرعب بجد. الدور إيه ده؟ عالي، مش مفيش شارع قدامي، ايوه الدنيا قدامي كحل، تحت ورايا كحل، فانا في البلكونه وقافل على نفسي. انا مستني يا حد عيني، يجي ولا ينقذني. موبايلات ولا نور يا عيني. خالص موبايل ايه ده؟ لو الموبايل جوه والله ما اخش اجيبه. يا نهار ابيض. والله ما اخش اجيبه. بس انت اخدتي بالك حاجه ما يتم وعمل ايه دلوقتي؟ توهنا. ايوه عيب عليك يا عمرو، معاك. عادي لا. فاحنا هنرجع لك تاني ما تقلقش. قول لنا بقى المواقف اللي عرفت منها دي. تعالى وانا وعمرو هنحللك نفسيا وهنساعدك تعدي الموضوع ده بسلام. لا ما تقلقش خالص. ده انتوا رجعتوني اعتبرنا اخواتك. قوي. قول اول مره كتبت جواب كان حصل ايه؟ اول مره كتبت جواب كان لبنت الجيران من زمان جدا، ده من ابتدائي تقريبا.
كام ابتدائي يعني مثلا كان كده عشان بس عندي نوصل بس معاك كده لايه لتفكيرك؟ كان ده انا كنت اتنقلت للمدرسه في رابعه ابتدائي حديثه، فكان تقريبا في خمسه ابتدائي. اه اه كانت جارتنا وبنت الجيران بقى، وايام بنت الجيران ما حدث ولا حرج طبعا. بقى. اه كان وصل ايام لها الجواب النبله طيب؟ وقتها. ايه؟ وصل لها الجواب؟ اه طبعا، ولو ما يا كانش وصل لها كنت ولد. كتبت تاني وحطيته في النبله وقمت راميه. انا تخصص الحاجات دي جدا، انا ممكن الف الطوبه ديت ممكن اكرمش فيها ورقه وارميها في البلكونه. اه نبله اضربها برضو في البلكونه، اللي هو لازم طب تبصي ما لا لي لا لا بعد حاجه. ده بقى يعني، خطير. اللي بعد لازم ده بقى تبصي لما لي الاهل حاجه. بيكتشفوا بقى ولا ما حصلش؟ أه والله انا لو هبص لها دلوقتي من وجهه نظر انا، مم. هم كانوا بيبصوا لي ازاي؟ يا عم عيل لا مش يبصوا لك، انا ماليش عيل، دعوه بيبصوا لك ازاي، هم لو بصوا لك لو شافوك اصلا اكيد الموضوع مش هيعدي كده بسهوله. هيبقى في زعيق، بس هم بس مقدرين ان طفل انا يعني حاجه يا اعمل جماعه كده خمسه تاني، ابتدائي فاللي يا هو عادي جماعه، يعني. ده بيبي طفل. ايوه اه بس يعني برضو كلامنا عن زمان، لا زمان ما ايوه كانش صح فيه صح، الكلام زمان ده ما كانش طفل عادي، صح يعني. صح اوكي اه اه. اللي كان ممكن يزعق لي وقتها، يعني مثلا موقف من المواقف فعلا، ابوها بقى طلع البلكونه، مم. بعد ما انا حذفت حاجه. اه يعني هو سامع يا نهار التكه اللي في البلكونه، ابيض. هو طالع يشوف فيه ايه اللي اتحدف. بس الحمد لله هو فتح الشيش. انا مش اختفيت عارف هو انت. هيشوف الحلقه دي ولا لا. هو مين اصلا؟ انا خفت والله، ما ممكن جيم فعلا يشوف الحلقه دي ولا لا، اصل خلاص بقى ده يوتيوب بقى. الله يمسيك بالخير، لو كان عايش الله يرحمه، لو كان توفى انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا. هو فتح الشيش والبتاع دي اكيد يعني استخبت لان هو ما شافش حاجه. الحمد انا لله، متخيل هذا من وقتها لو فضل كان ربي. شافنا. لو كان وقتها شافها كان علقني اصلا في بلكونتنا. يعني كان جالي علقني في ما بلكونتنا. هو ده اللي انا كنت مستنيه تحكي. اه طب انت ما كانش عندك موقف مشابه زي كده؟ حد مثلا برضه حدف لك جواب، او انت نفسك كتبتي لا عيب جواب لحد الكلام او ده كده؟ حضرتك، انا مفيش انا الكلام انا ده ما خالص، حبيتش عيب الكلام ده انا ما خالص. حبيتش اخش اصلا في الحته دي خالص. لا 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 عادي اكيد يا جماعه، حصل ياما يعني. بس خلي بالكم ان احنا في السعوديه كنا مدارس بنات بس، ما كانش فيه الكلام ده يعني. انا اتنقلت كتير شويه، كنت هنا كيجي في مصر، رجعت السعوديه في ابتدائي، رجعت اعدادي كنت بين السعوديه وبين مصر. بس وانس ان انا استقريت في مصر، يا نهار اسود طبعا كتير يا جماعه طبعا. واحنا بقى كنا بنتين وولد صغنن، فكانوا بيستغلوا حبيبي اخويا والبواب وكل يعني كل حاجه كانت بتحصل. بس لا طبعا كتير، طبعا كتير جدا جدا اكيد. طبيعي، شيء حاجه طبيعيه جدا نمر بيها على فكره يعني. والهدايا والورد والافلام دي كلها كانت حاجه طبيعيه يعني، مش حاجه خارقه للطبيعي يعني. بس احنا كده ممكن بشكل نقعد كده والله محترم نتكلم في ولذيذ ونعديها الاماكن. عشان يعني يعني ممكن نقعد نتكلم في الحاجات دي كتير، لا وهنقارن بقى العلاقات العاطفيه دلوقتي بالعلاقات العاطفيه بتاعت زمان، بس يعني خلاص بقى يعني احنا نعدي المطب ده لانه فعلا مطب بالظبط هوائي كده، فظيع. بالظبط كده وننتقل بالظبط. بس لحته حديثه كده شويه. انا دلوقتي لو عايز اسال مهيتاب، هي دلوقتي لو يعني الفارق مثلا او موقف او حاجه كانت تتمنى انها تحصل زمان وتكمل معاها دلوقتي. حاجه ليا انا شخصيا على المستوى مهني، ولا على حاجة اني على المستوى المهني او على المستوى الاجتماعي، انت حابة ان الحاجة دي تكمل معاكي، او انت كان نفسك الحاجة دي تكمل معاكي؟ بص اجتماعيا اللي انا عملته زمان هو اللي هعمله دلوقتي تاني، هو اللي هعمله تاني، هو اللي يعني انا هجوز جوزي تاني هو بالظبط لا الحمد لله والشكر لله، دي حاجه 100% بجد بجد، ومش تمام. كلام والله العظيم ولا كليشيهات ولا الافلام دي. لا انا دي الحاجات اللي انا مش ندمانه عليها خالص، كان معايا في الجامعه واحنا اصحاب، فدي الحته دي اجتماعيا لا انا 100% I will do it again. بالظبط تمام. الحاجه بقى التانية اللي هعملها ان انا هبقى ناشفه شويه من وانا صغيره، ان انا في حياتي عموما بقى في البيرسونال لايف مش هبقى سنسيتيف قوي، اللي هو اي حد بكلمه يوديني وكلمه يعيطني وكلمه يعصبني. هنشف شويه، واكيد هرد على الراجل بتاع الراديو وانا في رابعه كليه بطريقه مختلفه. طبعا دي الحاجة اللي دي نعملها عايزه فعلا. جهاز رجوع بالزمن ده. ايوه فعلا، definitely عشان هرد شوية بقى عليه. ردي كويس. لا دي لازم لازم ارد عليه لازم يعني. بس كده، لكن اكتر من يعني كده لا خلاص مش بقى اللي هو احنا اخترنا المسار ده ومش ندمانين على حاجة، وهنكمل في مسار ان انا عايزة اكون فويس اوفر. ان شاء كده الله من زمان. ان شاء الله. طب دون نقطع كلامكم، وبس رجوعا للنقطه اللي فاتت في حاجه في تفصيله، بس عشان سؤال يعني عايز برضو اعرف اجابته منك. احنا بنتكلم عن فكره واحنا صغيرين وفكره الجواب وحاجات زي كده، فلو ده حصل الايام ديت مع اولادك بقى، او مع بنتك او حاجه زي كده، رد فعلك انت نفسه هيبقى عامل ازاي؟ عادي جدا طبعا، هضحك عادي. خلي بالك ان انا بنتي دلوقتي 18، انا ابني هو اللي 14. وابني مره جاله جواب وهو في ابتدائي وكان منهار وعايز يعرف مين اللي بعت له، وعمال يحلل في الجواب وعامل شارلوك هولمز. ابني وسمعتي ومش سمعتي والله العظيم ثلاثه. انا كنت والله العظيم انا كنت بموت من الضحك. هو ايه اللي هو بيعمله ده؟
لا بس طبعا لا الموضوع خالص يعني انا بالعكس هم ليهم مطلق الحريه، وعارفه ان هم طبيعي ان هم يعدوا بعلاقات، هم يعدوها بطريقه كويسه ويبقى في جايدنج حواليهم عشان ما يعملوش حاجه غلط. لكن لا بالظبط. خالص توتالي اي اندرستاند توتالي، وعادي جدا طبعا اي حاجه تحصل وارده انها تحصل، هي حصلت لينا وحصلت للي قبلنا وهتحصل للي بالظبط. بعدنا. فلا انا ما عنديش مشكله خالص في الحاجات دي خالص يعني. انت ممكن تقتطع اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله وتحطيه في سيزون 3 ان شاء الله، يعني من عالم الامهات. وش ده انا هجيبكم انتوا الاثنين في سيزون ده انا هعمل بودكاست ليكم لوحدكم. يلا بس كده. بينا، انا موافق. انا موافق جدا، أنا يلا بعد ندوس. زهقانه والنبي كلموني والله العظيم. ما هي ده بجد احنا كنا مبسوطين معاكي جدا 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 في الحلقه دي، بجد الحلقه دي سبيشال جدا مع حد سبيشال جدا، وعايز اقول لك فعلا احنا لو فضلنا نتكلم مش يعني هنقطع. مش شويه هنخلص. لان يعني مش هنقطع. الموضوع فعلا ممتع جدا، والكلام احنا حتى مش محضرين بالمعنى الحرفي، بس الموضوع ماشي كده والدنيا سهله يعني، فاهمه؟ بجد حلو قوي فمبسوطين بجد، جدا بسطت قوي جدا. بجد بيكم، ربنا يوفقكم يا رب وتكسروا الدنيا والله العظيم، البودكاست بتاعكم يبقى آمين. خطير ويعني بصوا يبقى احسن حاجه في الحياه، وتستاهلوا بجد والله بجد تستاهلوا. اللهم امين، واتمنى ان انت بعد ما تيجي تشوف الحلقه بتاعتك تاني تعجبك تاني ان شاء الله اكيد باذن الله، ان شاء الله ولينا اكيد إن شاء هنتكلم الله. تاني، واكيد بقى ان شاء الله هتيجوا البودكاست الله. بتاعي بإذن بصوا هنقفل بقى، أكيد. هنقفل السوشيال ميديا كله يا جماعه كله. اكيد النهارده عندك بكره عندي، انا خدها داير الواجب ده عندي. يوم هنا يوم بالظبط هنا. كده. بس بقى احنا دلوقتي بقى عايزين حاجه بقى ايه، عايزين دلوقتي تقفلي لنا الحلقه. انت اللي تقفلي الحلقه. اقفلها لكم قفله قديمه ولا قفله جديده؟ اللي يريح. قفله من الشيء كده كده بتاعت إحنا تمام. كنتم مع اسامه وعمرو ومهيتاب في حلقه من حلقات فاكس قوي يا جماعه، واخده وقت فظيع. ما هو برضه خدي بالك من حاجه، احنا حلقتنا عن الحاجات القديمه، فقشطه كل ده قشطه يعني قوي نلايق مع بعض. العب في النوستالجيا. نلعب في النوستالجيا. إيه هي كانت كده. اقفل لنا الحلقه. طب يلا نقفلها وناخد بقى كلامك على طول ونقفل الحلقه عليها على طول الحلقه دلوقتي ناو. أعزائي وعزيزاتي المستمعين والمستمعات، أرجو أنكم تكونوا اتبسطتوا معنا النهاردة في حلقة شيقة مليئة بالإثارة ومليئة بالذكريات، وأتمنى تبقوا نبقى خفاف على قلبكم، على ودنكم، خفاف عموما، على اي حاجه اللي انتوا عايزينه، على عليكم نكون خفاف، اهم حاجه نكون خفاف عليكم خلاص بقى بس كده. واذا اتمنى تتابعوا البودكاست على طول، ولايكات بقى لايكات ايوه، سبسكرايب بقى ايوه كبسوا انا نقفل بقى كده خلاص ونقول للناس بقى ايه، سلام.